بيبدأ المسلسل سنة 1983 في ولاية إنديانا، وتحديدا جوه مختبر اسمه مختبر هوكنز. وفي يوم بيهرب دكتور في المختبر من غرفة تجارب سرية، وبيكون واضح كده إن في وحش عمال يجري وراه. وساعتها بيدخل الدكتور جوه أسانسير، ولكن الوحش دوت بيكون عنده القدرة في التحكم في الكهرباء وبيوقف الأسانسير، وبعدها بيجي مع الدكتور من خلال السقف وبيتقفل عليهم الباب. بنروح بعدها بقى لبيت ولد اسمه مايك، وبنشوفه هو بيلعب مع اصحابه ويل ولوكاس وداستن في قبو البيت. وبعد شويه بتيجي والدة مايك وبتطلب من اصحابه انهم يرجعوا البيت فورا لان الوقت اتاخر. فبيخرج الاولاد من البيت وبيمشي لوكاس من طريق تاني، وساعتها بيروح ويل وداستن مع بعض في نفس الطريق. فبيقترح ويل على داستن انهم يتسابقوا لحد نقطه معينه، ولكن داستن ما بيلحقش يرد اصلا عشان ويل بيطير بالعجله بتاعته لحد ما بيوصل لطريق مختبر هوكنز واللي بيكون ممنوع العبور منه. وساعتها بيلاقي وحش مخيف جدا قصاده، فبيترعب ويل وبيسرع اكتر بالعجله بتاعته وبيقع بالغلط من عليها. فبيفضل مكمل جري لحد ما بيوصل لبيته، لكنه ما بيلاقيش حد فيه غير الكلب بتاعه بس. فبيبدأ يتصل على الشرطة من خلال تليفون البيت، لكنه بيسمع صوت صريخ وحش في التليفون، وكمان كهربة البيت بتقطع وكأن الوحش بيتحكم في كهربة البيت. فبينهار ويل وبيطلع يجري لحد ما بيوصل لمخزن البيت، وبيطلع بندقية الصيد بتاعته وبيكون موجهها ناحية الباب عشان يموته. بس الوحش بيظهر له من السقف وبيخطف ويل في ثواني. وفي تاني يوم بتدور جويس والدة ويل عليه في البيت كله، لكنها للأسف ما بتلاقيهوش. فبتتصل على بيت مايك صاحبه لأنه كان عنده امبارح، فبتقول لها والدته إنه مشي امبارح مع أصحابه في نفس الوقت. فبتبدأ والدة ويل تقلق أكتر وبتقرر تبلغ عن اختفاء ابنها في مركز الشرطة، واللي بيكون مسؤول عن قضايا البلاغات شرطي ومحقق اسمه جيم. فبتقول له جويس كل حاجة حصلت من قبل اختفاء ابنها. فبيطمنها جيم إن حوادث الاختفاء ديت بتكون بسيطة وبتتحل بسرعة، خصوصا كمان إن المدينة في مكان هادي ومعزول عن العصابات الخطيرة، وبيعرفها إنه هيعمل كل اللي عليه عشان يلاقي ابنها. بنروح بعدها بقى لمختبر هوكنز، وبيكون في علماء بيحققوا في السر عن جرائم الاختفاء اللي بتحصل للدكاترة جوه. وساعتها بيوصلهم دكتور برينر للجنب الشرقي من المختبر، لأن معظم حوادث الاختفاء بتحصل جواه. فبيدخلوا العلماء مع دكتور برينر وبيكونوا لابسين هدوم بتحميهم من العدوى. وفي الجنب ده بالتحديد بتكون الكهرباء فيه مقطوعة وبشكل غريب، وأثناء ما هم ماشيين بيلاقوا آثار دم على الإزاز لحد ما بيوصلوا لمكان عش الوحش، وبيبان كده إنه اتحرر من العالم بتاعه وجي على الأرض عشان يتكاثر. وبيكونوا مرعوبين جدا من الكارثة اللي حصلت، ولكن دكتور برينر مش بيهمه كل ده على قد ما بيهمه إن في حالة هربت من المختبر ولازم يلاقوها فورا. المهم بنروح بعدها للحالة اللي هربت واللي بتكون بنت عندها 13 سنة، وبنعرف إنها تايهة في الغابة وبتكون فاقدة الذاكرة بسبب التجارب اللي اتعملت عليها، وبيكون كمان شعرها محلوق وجسمها ضعيف جدا. ولما هربت من المختبر هربت باللبس بتاع التجارب. فبتمشي البنت ديت لحد ما بتوصل لمطعم، فبتدخل جوه المطعم عشان تدور على أي أكل، وبتبدأ البنت تاكل بكل شراهة وكأنها ما كلتش من أيام، لحد ما بيشوفها بيني صاحب المطعم وبيروح عشان يمسكها. وفي نفس الوقت بيكون الضابط جيم بيحقق مع مايك وداستن ولوكاس عن اختفاء صاحبهم ويل، لكنه للأسف ما بيقدرش يوصل لأي حاجة. المهم بنرجع تاني لجويس وبيفضلوا يندهوا باسمه ولكن بدون أي فايدة. بنروح بعدها لبيني في المطعم وهو مسك البنت وصعبت عليه جدا، فبيقرر يقدم لها أكل ولبس ويحاول يعرف إيه حكايتها بالظبط، ولكن البنت بترفض تتكلم لأنها خايفة جدا. فبيضغط عليها بيني عن طريق إنه بيمنع عنها الأكل عشان تتكلم، وبيلاحظ إن في وشم للرقم 11 على إيديها. وساعتها بتنطق البنت وبتقول إن اسمها ال، اختصارا يعني لرقم 11 بالإنجليزي، اللي هو يعني الرقم المكتوب على إيديها. وساعتها بيستنتج بيني إن البنت ديت في حد أخدها من أهلها، فبيتصل على مركز الشرطة عشان يجوا ياخدوها الملجأ أو يدوروا على أهلها. وساعتها بنشوف ال وهي قاعدة بتاكل، وبيكون عندها قوة خارقة في التحكم في الأشياء عن بعد، زي مثلا إنها بتوقف المروحة بمجرد ما بتبصلها. المهم بنرجع تاني للظابط جيم، وبيكون موجود في الغابة عشان يدور على أي دليل يوصله بويل. وساعتها بيلاقي العجلة بتاعته لكنها بتكون واقعة عند طريق مختبر هوكنز، وبتكون الشرطة وقتها بتعمل أبحاث قوية وبتراقب المكالمات اللي بتتعمل في المدينة، لأنهم فاكرين لحد دلوقتي إن اللي خطف ويل هم عصابة. وبعد شوية بيوصل جيم لبيت ويل، فبيسأل والدته عن العجلة اللي لقاها، وبتطلع فعلا إنها عجلة ابنها. فبيبدأ يفتش في البيت، وساعتها بيلاقي إن الكلب عمال ينبح على جنب معين،
معين، والجنب دوت بيكون هو مخزن البيت. فبيدخل جيم جوه المخزن، لكنه بيلاقي ان حركة الكهرباء مش مستقرة، والنور بيفضل يطفي وبيشتغل لوحده. فبيقلق شوية من العلامات ديت، وبيقرر انه يراقب بيت ويل ويدور في الغابة وفي مختبر هوكنز. المهم بنرجع تاني لبيت مايك وقت ما بيكون على العشاء مع عيلته. فبتقرر والدتهم كارين ان مفيش خروج من البيت لحد بقى ما الشرطة تلاقي ويل. فبتتضايق نانسي اخت مايك جدا، لانها بكده مش هتقدر تخرج عشان تقابل حبيبها ستيف. وفي نص الليل بيتفق مايك مع اصحابه انهم يخرجوا في السر للغابة، وده عشان يدوروا على صاحبهم ويل بنفسهم. وفي نفس الوقت بيكون بيني في المطعم بتاعه مع إل. فبتيجي موظفة من مركز الرعاية اسمها كوني عشان تاخد إل معاها، بس فجأة كوني بتخرج مسدسها وبتخلص على بيني، وبيبان كده انها تابعة المختبر وموتته عشان كشف سر البنت، وده بالتأكيد هيحطهم في خطر. وساعتها بتشوف إل اللي حصل، فبتجري بسرعة من المطعم. فبتلاقي في وشها 2 حراس بأسلحة، وبيدخل معاهم الدكتور بيرنر. بس إل ساعتها بتستخدم قوتها وبتقدر انها تهرب منهم. بنروح بقى لبيت ويل، وساعتها بيجي اتصال على التليفون. فبترد والدته وبتسمع صوت ابنها ويل، لكنه للاسف ما بيكونش واضح لحد ما فجأة الموبايل بينفجر. فبتنهار والدته، ولكن المكالمة دي بتديها الامل ان ابنها لسه عايش. بنرجع بقى تاني لإل وهي بتجري في الغابة لحد ما بتلاقي مايك واصحابه بالصدفة، وبتكون إل مرعوبة جدا وبتترعش من البرد. فبياخدوها مايك واصحابه على البيت وبيدوها لبس وبيحاولوا يتكلموا معاها، وبيكونوا شاكين في الاول كده انها مجنونة وهربانة من مصحة. فبيطلب منهم مايك انه يخفي وجودها عن اهله لحد ما البنت تقدر تتكلم ويعرفوا ايه اللي وراها بالظبط. وبعد شوية بيرجع داستن ولوكاس على البيت، وبيسيبوا مايك وإل لوحدهم في القبو. وساعتها إل بتقوله على اسمها، وبيبان انها اطمنت لمايك. فبيديها مايك غطا عشان البرد، وبيسيبها تبات في القبو لوحدها. وفي تاني يوم بتكون والدة ويل في بيتها، وطبعا ما بتكونش نامت من امبارح من ساعة المكالمة اللي جات ليها. فبيجي لها الضابط جيم وبيعرف اللي حصل للتليفون، فبيستنتج ان الانفجار دوت كان بسبب العاصفة، وده بيمنعهم انهم يتعقبوا مكان المكالمة بسبب ان التليفون انفجر. فبيطلب من جوناثان انه يفضل في البيت لان المكان بره مش امان. بنروح بعدها لبيت مايك، وساعتها بيسرق الاكل من على الفطار. فبيروح يقدم الاكل لإل، وبيتفق معاه على خطة عشان يعرف بيها اهله بوجودها، وده عشان اهل مايك يبداوا يدوروا على اهلها هي. بس إل بترفض وبتقول له ان هي هربانه اصلا من ناس مجرمين، ولو عرفوا بوجودها في البيت هيموتوا كل الناس اللي فيه. فبيبدا يسالها مايك مين الناس دولت لحد ما بتنده عليه مامته عشان المدرسه. فبيسيب إل وبيمشي. وفي نفس الوقت بتكون نانسي اخت مايك في المدرسه، فبيجي حبيبها ستيف وبيعزمها على حفله في بيته النهارده بالليل. وبعد شويه بيهرب مايك من اهله وبيغيب عن المدرسه، وبنعرف انه عمل كده عشان يرجع لإل. فبيفرجها مايك على صور عيلته وبيعرفها على ألعابه المفضلة. وساعتها بتلاحظ إل صورة ويل على الحيطة، فبتبدأ تشاور عليه وبتكون مرعوبة جدا. وقبل ما مايك يفهمها بيلاقي أهله وصلوا للبيت، فبيروح بسرعة وبيخبي إل جوه الدولاب. ووقتها إل بتترعب جدا من الضلمة، وبيبدأ يرجع لها جزء من الذاكرة. فبتفتكر إن كان بيحصل فيها في المختبر وقت ما اتحبست في أوضة ضلمة، وساعتها كانت بتندى على والدها عشان يلحقها. المهم بعد شوية بيرجع لها مايك وبيلاقيها منهارة من العياط، فبيخرجها من الخزنة بسرعة عشان تهدى. المهم بنرجع بقى لوالدة ويل وهي في البيت، فبتشتري تليفون جديد عشان تحاول تتواصل مع ابنها من تاني. وفي نفس الوقت بيكون الضابط جيم في الغابة وبيدور على ويل، فبيجيله اتصال من مركز الشرطة عن شخص مات بطلقة رصاص في المطعم بتاعه. فبيروح عشان يحقق عن اللي حصل. بنروح بقى من تاني لبيت مايك، وساعتها بيجي داستن ولوكاس عشان يعرفوا ازاي إل قدرت تتعرف على ويل، ولكن كالعادة إل مش بتتكلم نهائي. فبيقرر لوكاس انه يبلغ والدة مايك بوجودها، وده عشان تستجوبها هي بنفسها. فبتستخدم إل قوتها وبتقفل باب الأوضة عليهم، وده عشان ما يقولوش لحد على مكانها. وبيبان انها بتنزف دم من مناخيرها في كل مرة بتستخدم فيها قوتها الخارقة. فبيتصدم الأولاد من اللي حصل وبيكونوا مرعوبين جدا منها. بنرجع بقى تاني للظابط جيم، وبيكون في مطعم بيني، وبيعرف من شخص اسمه ويلسون كان واحد من الشهود ان بيني قبل ما يموت لقى ولد مشرد وكان تايه، وانه خلى الولد ده في مطعمه لحد ما يدور على اهله. بس ويلسون ما بيبقاش عارف الطفل ده ولد ولا بنت لانه كان حالق شعره. فبيبدا جيم يشك ان الولد اللي جه لبيني في المطعم يبقى هو ويل، لكنه طبعا ما بيبقاش عارف ان هي تبقى إل. المهم بالليل بتكون جوز نايمه على الكرسي جنب التليفون،
فبيجي لها اتصال من ابنها ويل وبترد وهي منهارة، فبتحاول تعرف مكانه، ولكن المرة دي كهربة البيت بتتحرك بعشوائية، وفي النهاية برضو الموبايل بينفجر. وبعدها بتشتغل أغنية ويل المفضلة على الكاسيت اللي في أوضته. فبتبدأ جوز تترعب وبتحس كده إن في حاجة مش طبيعية بتحصل، وإن ابنها بيحاول يتواصل معاها عن طريق الكهرباء. وفي نفس الوقت بتكون نانسي في حفلة مع أصحابها في بيت ستيف، وبعد شوية بتكون بارب صاحبة نانسي قاعدة عند حمام السباحة لوحدها، وبنشوف إيديها وهي مجروحة وعمالة تنزف دم. وفجأة ساعتها بيطلع عليها الوحش وبيخطفها، فبتختفي بارب بدون أي أثر. بنروح بقى للمكان اللي اختفت فيه بارب، واللي بيكون في مكان عش الوحش. فبتترعب جدا وبتبدأ تنادي على نانسي، بس للأسف الوحش بيسحبها وبيخلص عليها. وفي تاني يوم بتروح نانسي للمدرسة وبتكون قلقانة جدا على بارب لأنها غابت عن المدرسة من غير ما تديها أي خبر. وفي نفس الوقت بيكون بيت مايك فاضي، فبتخرج إل من القبو وبتاخد جولة في البيت لحد ما بتلاقي قدامها التلفزيون، وبتفضل تقلب في القنوات لحد ما بتلاقي إعلان معين بيفكرها بالتعذيب اللي كان بيحصل معاها في المختبر. ووقتها العلماء كانوا بيستغلوا القوة اللي عندها للأبحاث بتاعتهم، وده عشان يتجسسوا على الدول المعادية ليهم ويكشفوا أسرارهم، لأن إل عندها القدرة إنها تتنقل لأي مكان بقوتها. وفي نفس الوقت ده بتكون جوز في بيتها وبتعلق أنوار كتير في كل مكان، لأنها بقت متأكدة إن ابنها بيحاول يتواصل معاها عن طريق الكهرباء. بنروح بعدها للظابط جيم وبيكون في طريقه لمختبر هوكنز، وده عشان يدور على ويل. بس ساعتها بيحس بحاجة مش طبيعية، وكأن أصحاب المختبر مخبيين عنه حاجة، فبيطلب منهم يشوف غرفة الكاميرات عشان يتابع آخر تسجيلات للأيام اللي فاتت، لكنه ما بيلاقيش أي حاجة. فبيمشي من مكان لكنه بيكون شاكك في المختبر دوت دونا عن أي مكان تاني كان بيدور فيه. فبيروح لسجلات الجرايم وبيدور عن تاريخ المختبر وعن ايه نوع التجارب بالظبط اللي بتتعمل جواه. وساعتها بيلاقي ان دكتور برينر اترفع عليه كذا قضية قبل كده عشان بيختطف الأطفال، وفي كل مرة للأسف كان بيخرج من القضية زي الشعرة من العجينة، وما كانش بيبقى معروف فين مكان الولاد اللي هو بيخطفهم. بنرجع بقى تاني لإل اللي بتكون خرجت من بيت مايك وهي لسه بيرجع لها جزء من ذكرياتها. هو بيتضح ان دكتور برينر اصلا يبقى والدها، وان هو اللي ضحى بيها عشان التجارب بتاعته. وبعد شوية بيقابلها مايك هو واصحابه، فبتقول له إل انها هتقدر تدلهم على مكان ويل، وكمان هتقدر تخليهم يسمعوا صوته. فبيتحمس مايك واصحابه وبيسمعوا كلامها. وبنرجع بقى تاني لجويس وبتكون مستنية علامة تجيلها من الانوار، وفجأة بتتحرك الانوار بشكل معين وكأنها بتوصل لها رسالة ان ويل عايش. فبتفرح جدا وبتكتب الحروف الابجدية على الحيطة، وده عشان تعرف بالظبط مكانه فين. وبالفعل بتنجح الخطة والانوار بتنور على حروف معينة، بس فجأة ساعتها بتتفتح الحيطة وبيخرج منها الوحش وبيهجم على جويس، فبتهرب بسرعة بره البيت. وفي نفس الوقت بتكون الشرطة عرفت فين مكان ويل، لكنه للأسف بيكون ميت بالغرق في البحيرة. فبيتم استخراج جثمانه وبيبعتوا خبر لجويس عشان تتعرف عليه بنفسها، ولكن رد فعل جويس بتكون مختلفة شويتين، وبتقول لهم ان الولد اللي مات ده مش ابنها، وبتحاول تقنعهم انه عايش وبيتواصل معاها عن طريق الكهرباء. بس مع الأسف الشرطة بتفتكرها ان عندها صدمة عصبية، وساعتها بترفض جويس تقول لهم على موضوع الوحش لانها بتستنتج ان الوحش دوت هو اللي خطف ابنها. فبترجع للبيت وبتمسك فاس وبتكون مستعدة لمواجهة الوحش. وفي نفس الوقت بينتشر الخبر في المدينة وبينهار اصحاب ويل على موته، ولكن إل بتقدر تستخدم قوتها وبتخلي مارك يسمع صوت ويل عن طريق اللاسلكي، وده اللي بيطمنهم شوية. وفي تاني يوم بتروح جويس عشان تتعرف على جثمان ابنها، لكنها بتكون لسه مصرة ان ده مش ابنها، وبترفض تمضي على شهادة وفاته. وده اللي بيلفت نظر جيم للموضوع وبيحس ان جويس معاها حق في الموضوع. وفي تاني يوم بيتعمل حداد في المدرسة على موت ويل، وفي نفس الوقت بيتم التحقيق مع نانسي في قضية اختفاء صاحبتها بارب، وبيكونوا شاكين انهم اتخانقوا مع بعض قبل اختفائها. فبينتهي التحقيق وبترجع نانسي للبيت وهي مكتئبة، والسبب في كده هو اختفاء صاحبتها بارب. فبتجيب الصور بتاعت يوم الحفلة وبتلاقي صورة لبارب وهي قاعدة عند حمام السباحة، لكنها بتلاقي ان في وحش مخيف ظاهر في الصورة ورا بارب، فبتترعب اكتر وبتفتكره حيوان مفترس من الغابة. بنروح بقى بعدها للمختبر وبيكون دكتور برينر بيحاول يستكشف عش الوحش اللي ظهر فجأة، وبينزل واحد من رجالة برينر عشان ياخد عينة من العش، ولكن الوحش بيسحبه وبيخلص عليه. وساعتها الكل بيترعب من اللي بيحصل وما بيبقوش عارفين يتصرفوا مع الوحش ازاي. وفي نفس الوقت بيكون مايك مع إل واصحابه في المدرسة، وده عشان يحضروا العزا بتاع ويل. وساعتها بيتنمر عليه واحد من زمايله فبيضربوا مايك وبيوقعه على الارض. فبيحاول الولد دوت يرد المايك الضربة، ولكن إل بتستخدم قوتها وبتخليه ثابت في مكانه وبتحرجه قدام كل الموجودين. وبعد شوية بيرجعوا على البيت، وساعتها بتحاول
بتحاول إل تتواصل مع ويل عشان تعرف مكانه، وبتقدر تخلي صحابه يسمعوا صوته كويس جدا. وفي نفس الوقت بتتفتح بوابة في بيت جويس وبيظهر منها ويل لكنه بيكون محطوط جوه غشاء، فبتمسك جويس الفاس وبتدمر الحيطة، وفي لحظتها بتتعب إل وبتفضل تنزف من مناخيرها، والسبب في كده إنها استهلكت طاقة كبيرة من قوتها. فبيبدأ مايك يوقف اللي هي بتعمله. بنروح بقى لبيت جويس بعد ما كسرت الحيطة وبيكون وراها الشارع، وساعتها بيختفي ابنها اللي كانت لسه شايفاه من لحظات. وبعد شوية بيجي لها طليقها بايزر عشان يعزيها، فبترفض جويس العزا وبتعرفه ان ابنها لسه عايش وهي شافته بعينها. بنروح بقى بعدها للظابط جيم وبيكون اقتحم مبنى تلاجة المستشفى، وده عشان يكشف اكتر عن جثمان ويل، لكنه بيتصدم لما بيلاقي ان مكان الجثمان دمية شبه ويل بالظبط. فبيفهم ان اللي عملوا كده هم اصحاب المختبر، وانهم اكيد اخدوا ويل زي ما عملوا مع باقي الاولاد التانية، وطبعا حطوا مكان ولد تاني عشان الشرطة تبطل تدور عليه. فبيقرر يروح للمختبر عشان يدور على ويل بنفسه، لكنه بيوصل للأوضة اللي فيها عش الوحش وبيكون مصدوم جدا من اللي شايفه. ولكن فجأة بيطلع عليه الحراس وبيخدروه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في البيت، فبيعرف انهم عملوا كده عشان يخلوه يفتكر انه كان بيحلم مش اكتر. فبيبدأ يفتش في بيته عشان بيكون شاكك انهم حطوا في بيته جهاز للتجسس، وشكه فعلا بيكون في محله، وده لان بيلاقي في شقته ان فيها جهازين تجسس. بنروح بقى بعدها لمايك واصحابه، وساعتها بيفهموا من ان ويل محبوس في عالم اسمه العالم المقلوب، والعالم دوت مليان بالوحوش المفترسه، والوحوش دي بيجذبها الدم لانها اكلت لحوم البشر. وبتقول لهم ان العالم دوت ليه بوابتين، واحده في المختبر والتانيه موجوده في الغابه. فبيتحرك مايك مع اصحابه عشان يدوروا عليها، ولكن بترفض تقول لهم على المكان لانه خطر جدا عليهم. فبيتعارك معاها لوكاس بسبب انها مش عايزه تقول لهم على المكان، ولكن مايك بيمنعه وبيفضلوا يضربوا في بعض. وساعتها بتحس بالذنب وبتسيبهم وبتختفي. المهم بالليل بتتمشى نانسي وجوناثان في الغابه، وده عشان يدوروا على الوحش اللي شافته نانسي في الصوره بتاعت صاحبتها. وبالصدفه وقتها بيلاقوا بوابه العالم المقلوب وهم ماشيين، فبتدخل نانسي جواها وبيبان كده انها زي الواقع بالظبط من حيث الاماكن، لكنها في مكان ضلمه ومليان بالوحوش. وساعتها بتشوف نانسي وحش قصادها عمال ياكل في واحد ميت، فبيشوفها الوحش دوت وبيطلع يجري وراها، ولكن نانسي بتقدر تهرب منه، فبتخرج من البوابه وبيلحقها جوناثان على اخر لحظه. وساعتها بيشوفوا قدامهم البوابه وهي بتتقفل. المهم في تاني يوم بيقرر جيم انه يدور على الحالات اللي اتعمل عليهم تجارب في المختبر، وبياخد ساعتها جويس معاه. فبيروحوا لبيت واحده اسمها تيري اتعمل عليها تجارب في المختبر، ولكن تيري بيكون عندها صدمه عصبيه بتمنعها من الكلام. فبتتكلم معاهم اخت تيري وبتحكي لهم ان الصدمه ديت حصلت لها من 12 سنه، وده لما المختبر اخد بنت تيري عشان يعملوا عليها اختبارات من دكتور برينر، وفي مقابل الاختبارات ديت هيكون في فلوس كتيره. ولكن مع الوقت الاخبار اتقطعت عن بنتها وما عرفوش للاسف ياخدوا حقهم ولا حتى يلاقوا البنت. ومن ساعتها وتيري حاسه بالذنب ومش قادره تسامح نفسها على اللي عملته في بنتها. وفي نفس الوقت بيكون مايك وداستن في الغابه وبيدوروا على ولكن فجاه بيطلع عليهم اصحاب الولد المتنمر اللي ضربوا مايك في المدرسه. فبيحاول مايك وداستن انهم يدافعوا عن نفسهم، ولكن الاولاد بيكون معاهم سكينه وبيحطوها على رقبه داستن. فبيأمروا مايك انه ينط من فوق الجبل فورا والا هيخلصوا على صاحبه داستن. فبيضطر مايك ينفذ كلامهم وبينط فعلا من فوق الجبل، لكنه فجأة بيتعلق في الهواء وبيرجع للسطح من تاني. وساعتها بتظهر من بعيد وبيبان انها هي اللي انقذته، وساعتها بتكسر دراع واحد منهم والباقي بيهربوا. ولكن فجأة بيغمى عليها وبترجع لها الذاكرة بشكل كامل، وبتفتكر لما دخلت جوه العالم المقلوب، وساعتها شافت وحش من العالم وحاولت تتواصل معاه، بس الوحش ساعتها هجم عليها. هربت بسرعة من العالم وفتحت بوابة في المختبر، وده السبب اللي خلى الوحش يهرب من البوابة. وساعتها بتفوق وبيرجعها مايك على البيت، وفي نفس الوقت بيكون في واحد جوه عربية تبع المختبر بيراقبهم، وبيدي الأخبار لدكتور برينر بأنهم قدامه حالا. وساعتها بيروح دكتور برينر على البيت وهو معاه مجموعة من رجالته، وفي الوقت ده بيشوفهم لوكاس من بعيد، فبيقول لاصحابه يمشوا من البيت في أسرع وقت ممكن. فبيهرب مايك وداستن ومعاهم بره البيت، وهناك بتوقفهم عربيات المختبر، فبيهربوا بسرعة بالعجل بتاعهم لحد ما بيقابلوا لوكاس. ولكن فجأة بتظهر لهم عربية في اتجاه معاكس وبتحاصرهم، وساعتها بتستخدم قوتها وبترفع العربية في السماء وبتقلبها قدام باقي العربيات عشان تعطل حركتهم. وفي نفس الوقت بتوصل مجموعة من المختبر وبيفتشوا بيت مايك، وساعتها بيهددهم دكتور بيرنر بشكل غير مباشر على حياة ابنهم. وعلى الجانب الآخر بتروح واحدة من أهالي الأطفال المتنمرين اللي ضربتهم وبيبلغوا عنها في اسم الشرطة، وأما بيعرف جيم اللي حصل بيروح بسرعة لبيت مايك.
لكنه بيتفاجئ بان رجاله برينر موجودين ومعاهم اسلحه، فبيرجعوا على بيت ويل، وهناك بتتصل نانسي على مايك وبتعرفوا ان المكان في بيت ويل امان ويقدروا يجوا يستخبوا فيه. ولكن مايك بيخاف وبيفتكرهم محطوطين تحت ضغط من رجاله برينر، وفجاه بيجي واحد من رجاله برينر وبيعرف مكانهم، ولكن بيكون جيم ووصل على اخر لحظه وبيلحقهم. فبيروحوا لبيت ويل، وهناك بيعرفهم مايك بكل حاجه عن العالم المقلوب، وساعتها بتوافق إل اخيرا انها تفتح بوابه للعالم المقلوب، وده عشان تجيب منه ويل وبارب. لكنها ما بتقدرش تنقل نفسها لهناك بسبب ان طاقتها خلصت لما قلبت العربيه. فبيقرروا الموجودين انهم هيساعدوها وهيصنعوا لها بوابه تقدر تدخل من خلالها زي ما كان بيحصل في المختبر بالظبط. وبالفعل بتنجح إل انها تدخل البوابه، وهناك بتشوف بارب صاحبه نانسي ميته، فبتعيط إل وبتعرفها اللي هي شايفاه. فبتسمعها نانسي وبتكون مش مصدقه ان خلاص صاحبتها ماتت. وبعدها إل بتلاقي ان ويل لسه عايش وبتتكلم معاه، وبتعرفه انه ما يطلعوه من العالم دوت في اقرب وقت ممكن. وساعتها بيرد ويل عليها وبيقدر كل الموجودين يسمعوا صوته، ولكن فجأة بتختفي كل حاجة ومعاها ويل. وساعتها بتفوق إل من الحالة اللي هي فيها، وساعتها بيقرر جيم هو وجويس انهم يروحوا للبوابة اللي موجودة في المختبر، وده عشان يدخلوا بنفسهم من خلالها زي ما حصل مع نانسي في الغابة. بس بيطلع عليهم رجالة دكتور برينر وبيقبضوا عليهم، فبيتم التحقيق معاهم هما الاتنين من دكتور برينر. وساعتها بيقترح عليهم جيم انهم يعملوا اتفاق مع بعض، والاتفاق دوت انهم يدخلوا للعالم المقلوب عشان يجيبوا ويل، وفي المقابل هيعرفهم على مكان إل. وساعتها بيوافق دكتور برينر على كلامه، وفي نفس الوقت بيكون جوناثان ونانسي في البيت. فبيطلع عليهم الوحش، لكنهم بيكونوا عاملين حسابهم، فبيكونوا حاطين معدات عشان يموتوه بيها، واول ما بيهجم عليهم بيحرقوه في ساعتها. ومش بيبقى من الوحش ده غير سترة من لبس المختبر، وده معناه اصلا ان الوحش ده كان انسان لكنه اتحول لوحش. وفي نفس الوقت بيكون جويس وجيم في العالم المقلوب، وساعتها بنعرف ان جيم كان عنده بنت صغيره ووداها للمختبر من سنين طويله، وده لان بنته كانت مريضه بالسرطان وكان عاوز ينقذ حياتها باي طريقه. وافتكر وقتها ان هي ماتت في المختبر، لكنه اتفاجئ لما لقى العروسه بتاعتها وقع على الارض، وده اداله امل كبير انها لسه عايشه. بنروح بقى لمايك واصحابه وهم موجودين مع إل، فبيهجم عليهم رجاله المختبر وهم مسلحين وبيحاصروهم من كل مكان. وساعتها إل بتمنعهم وبتخليهم ثابتين في مكانهم لحد ما بتخلص عليهم، ولكن بيوصلوا باقي الرجاله وبيقبضوا على مايك واصحابه. فبيحاول برينر انه يسيطر على إل بكلامه لانه فاكرها انها لسه فاقده الذاكره، لكنها بتفاجئه انها فاكره تعذيبه ليها لما كانت في المختبر. وفجاه بيظهر لهم وحش كبير جدا من العالم المقلوب، وده لان جذبته ريحه دم الناس اللي موتتهم إل. فبيبداوا كلهم يهربوا من المكان بسرعه، بس إل بتكون تعبانه ومايك بيخبيها في اوضه، وبيحاول يطمنها ان كل حاجه هتكون كويسه وهيرجعوا للبيت زي الاول. بس فجاه بيهجم عليهم الوحش في الاوضه اللي هم فيها، فبتتعامل معاه إل وبتثبت جسمه على الحيطه. وساعتها بتودع مايك وبتعرفه ان هي اللي هتقفل البوابات دي للابد، فبتدمر الوحش لحد ما بيختفي وبتختفي معاه إل. وفي نفس الوقت بتكون جويس قدرت تلاقي ويل في العالم المقلوب، لكنه بيكون فاقد الوعي ومتعلق في عش الوحش. فبتاخده جويس وبتوديه بسرعه للمستشفى، وبيكون اصحابه فرحانين وقدروا يناموا اخيرا بعد ما اطمنوا على صاحبهم، ما عدا مايك اللي بيكون زعلان جدا على اختفاء إل. وبعد شهر بترجع كل حاجه زي الاول، وبيكون ويل قاعد مع اصحابه في بيت مايك زي زمان، بس مايك بيكون سايب مكان إل زي ما هو على امل انها ترجع. وبيكون الضابط جيم موجود في شغله، وبتتقفل قضيه المختبر، ولكن المختبر ما بيتقفلش، وده لان برينر كان متفق مع جيم بانه هيرجع له بنته من تاني، وده في مقابل انه يقفل على قضيه المختبر. وبعد شويه بنشوف ويل في الحمام، وساعتها بيرجع حاجه غريبه من بقه زي الدود، وبيحس انه اتنقل للعالم المقلوب لثواني ورجع تاني للواقع. فبيتضح ساعتها انه متهيأله وبيرجع يقعد مع اهله، وبترجع حياته وبتكون مستقره زي الاول. وبيخلص المسلسل. بيبدا المسلسل بافراد عصابه مقنعين، وبنشوفهم بيجروا من الشرطه بعربيه مصفحه بعد ما سرقوا بنك في المدينه، وبيكون من ضمن العصابه ديت بنت اسمها كيلي، وبنعرف ان عندها قوه خارقه ومن خلالها بتقدر تعمل احداث وهميه بتخدع بيها اللي قدامها. المهم ان اثناء المطارده بتدخل العصابه جوه نفق، فبتستخدم كيلي قوتها وبتوهم ضباط الشرطه ان النفق انهار، فبتقف الشرطه بسرعه لدرجه ان عربياتهم بتخبط في بعضها، لكنهم لما بينزلوا ما بيلاقوش اي حاجه موجوده، وكمان العصابه هربت. وفي نفس الوقت بتحتفل العصابه بهروبها، وبنلاحظ وقتها ان في وشم على ايد كيلي
ويل مكتوب عليه رقم 8، واللي بيكون شبه الوشم اللي على ايد ال باختلاف الارقام مش اكتر. وال ديت تبقى بنت هربت من مختبر سري بيعمل تجارب مميتة على البشر، وبيكون عندها قوة خارقة وهي التحكم في الاشياء عن بعد. المهم بقى بنروح بعدها لمجموعة اطفال مكونين من 4 اسمهم مايك ولوكاس وداستن وويل، وبيكونوا وقتها قاعدين في صالة الفيديو جيمز وبيتحدوا بعض مين اقوى شخص في اللعبة. وساعتها بيتصدموا لما بيعرفوا ان ولد اسمه ماكس جايب مستوى عالي جدا في اللعبة، وبيكونوا عاوزين يعرفوا مين ماكس دوت بأي طريقة. وفي نفس الوقت بيكون ويل واقف سرحان وبيلاقي نفسه انتقل للعالم المقلوب، والمكان حواليه بقى مرعب جدا وشكله غريب. وبنعرف وقتها ان الحالة دي دايما بتجيله من وقت ما اتخطف من وحش عملاق تحت الارض، وعيلته قدرت تنقذه بعد فترة كبيرة من سجنه في العالم المقلوب. ورغم كل دوت الا ان ويل لسه بيتخيل نفسه جوه العالم دوت. المهم بيجيله صاحب مايك وبيفوقه من الحالة اللي هو فيها، وبعدها بياخده وبيرجعوا على البيت. وفي تاني يوم بتستعد المدينة كلها لحفلة الهالوين، وبنشوف ساعتها الضابط جيم وهو في مركز الشرطة. وقتها بقى بيجيله المحقق مواري وبيعرفه انه تحرى عن قضية اختفاء الطفلة ال، وقدر يكتشف انها اتخطفت من الجيش الروسي، وده عشان يستخدموا قوتها الخارقة في الحرب ضد امريكا. فبيقول له جيم ان ال ماتت من سنة من بعد اخر حادثة حصلت في المدينة، وبينصحه يقفل القضية دي خالص لانه بيدور على حاجة مش موجودة. وبعدها بيسيبه وبيمشي. بنروح بقى بعدها لنانسي وهي مع حبيبها ستيف في العربية. وقتها بيتكلموا عن عيلة بارب صاحبتهم واللي بيكونوا فاكرينها اختفت وعلى امل انها ترجع تاني، بس الحقيقة ان بارب بتكون ماتت وقت ما اتخطفت جوه العالم المقلوب. وستيف ونانسي مخبيين الموضوع ده عن اهلها لان اصحاب مختبر هوكنز هددوهم انهم لو فضحوا السر هيخلصوا عليهم هم وعيلتهم. المهم في نفس الوقت بيكون ويل ماشي في المدرسة وبيلاقي منشورات كتير من زمايله بيتنمروا عليه فيها، وبيقولوا عنه الولد الميت لانه نزل تحت الارض ورجع للحياة من تاني. وطبعا الموضوع ده بيضايق ويل جدا وبيخليه حاسس بالحزن طول الوقت. وبيرجع ويل وقتها على الفصل لاصحابه، وبيكتشف ان في بنت جديدة انضمت لمدرستهم واسمها ماكس. ووقتها بيعرفوا ان البنت ديت هي نفس الشخص اللي حقق مستوى عالي جدا في لعبة الفيديو جيمز، وبيبقوا عايزين يتعرفوا عليها. وعلى الجانب الاخر بيكون الضابط جيم بيحقق في قضية جوه مزرعة لقرع العسل، واللي بيكون صاحبها بيشتكي من فساد المحصول، وبيتهم التجار المنافسين ان هم اللي عملوا كده عشان يخسروه فلوس كتير، خصوصا بقى ان عيد الهالوين قرب وده موسم بيع قرع العسل. فوقتها بيتحرك جيم في كل انحاء المكان، وبيتصدم لما بيعرف ان باقي محصول المنطقة كله متدمر ومش بس المزرعة ديت. وطبعا ده خطر جدا على المدينة لان بكده هتحصل ازمة في المحاصيل الزراعية. المهم بقى بنرجع من تاني لويل وهو في طريقه مع والدته للدكتور سام جوه المختبر السري، وهناك بيقابلوا الضابط جيم، وبنعرف وقتها انه قرر يقرب من عيلة ويل عشان يتابع حالته بشكل مستمر. وبيدخل ويل من بعدها للدكتور سام وبيتركب له اجهزة في جميع انحاء جسمه، وبعدها بيسأله سام عن ايه اللي بيشوفه اول ما بتجيله نوبة الهلوسة. فبيقول له ويل انه بيلاقي نفسه في العالم المقلوب، وبيحس ان اللي بيحصل ده حقيقي فعلا ومش مجرد هلوسة وخلاص. ده غير انه دايما بيشوف وحش شكل مخيف، وبيسمعه وبيقولوا انه عاوز يخلص على كل الناس اللي في المدينة. فبيتوتر الدكتور شوية وبيحاول يطمن جويس انهم هيلاقوا علاج. وفي نفس الوقت بتكون جلسة العلاج متراقبة من مسؤولين المختبر، وده عشان يتابعوا حالة ويل بشكل كويس ويعرفوا بقى اذا كان اكتسب قدرة خارقة بتخليه يتواصل مع العالم المقلوب ولا لا. وبيروح بعدها دكتور سام وبيقول لجويس ان مع الاسف حالة ويل هتسوء مع الوقت، والمطلوب انها تحتوي الموضوع وبتمثل ان مفيش اي حاجة بتحصل. فبتتعصب جويس جدا لان ده حل مش فعال، لكنها بتضطر في النهاية انها توافق على كلامه. ولما بيخرجوا بيبان ان جيم كده مش واثق في الدكتور وحاسس اصلا ان جاسوس لموظفين المعمل السري. وفي نفس الوقت بنشوف دكتور سام وهو بيتفق فعلا مع موظفين المعمل على حالة ويل، وبيكون في عمال وقتها شغالين على اعدام النباتات السامة واللي اتسربت من تحت الارض من العالم المقلوب، وبنعرف انها بتحاول تخرج عشان تموت الناس. المهم بالليل بتروح نانسي مع ستيف لعيلة بارب، وبتعرف بالصدفة انهم قرروا يبيعوا البيت، وده عشان يعينوا محقق شاطر يتحرى عن قضية اختفاء بنتهم. وقتها نانسي ما بتقدرش تتمالك اعصابها وبتروح تعيط في الحمام، وبتكون حاسة كده انها بتخدع اهل بارب، خصوصا انها خبت عليهم خبر وفاة بارب بنتهم. وعلى الجانب الاخر بيكون ويل قاعد حزين في اوضته، وده بسبب كمية التنمر اللي عمال بيتعرض لها، وبيبان انه بقى انطوائي جدا من بعد ما خرج من تجربة العالم المقلوب. وبعد شوية بيخرج من الأوضة وبيلاقي نفس الهلاوس بدأت ترجع له مرة تانية، وبيشوف ساعتها نفسه جوه العالم المقلوب، وبيلاقي عاصفة قوية جدا موجودة في السماء، وبيظهر من وسط العاصفة وحش عملاق وشكله مخيف جدا. وفي نفس الوقت بيكون الضابط جيم رجع على بيته،
وبنكتشف وقتها انه مخبي الطفله إل جوه البيت، وده لانه خايف عليها لحسن تتخطف من المنظمه السريه. وبنعرف ان كل ده حصل من سنه وقت ما إل قدرت تخلص على الوحش وحبسته في العالم المقلوب، لكنها لما حاولت انها ترجع للواقع من تاني سمعت المحققين بيقولوا انها بتشكل خطر على اصحابها، ووقتها هربت من الغابه وما لقتش اي مكان تعيش فيه لحد ما لقاها الظابط جيم وقرر انه يربيها زي بنته بالظبط. المهم وقتها بيجي يوم الهالوين وبتكون إل عايزه تخرج عشان تلعب مع باقي الاطفال، بس طبعا جيم بيرفض ده جدا وبيبدا يلاحظ على إل انها حزينه، فبيوعدها انه هيخلص شغله بدري النهارده وهيرجع ويجيب لها حلويات وهيحتفلوا هما الاتنين سوا بعيد الهالوين. وفي نفس الوقت بيكون ويل بيجهز عشان يخرج مع اصحابه، فبتلاقي جويس رسمه على المكتب بتاعه شبه العالم المقلوب بالظبط، وما بتسال ويل عن سر الرسمه دي بيقول لها دي مجرد رسمه عاديه مش اكتر، وبعدها بيسيبها وبيروح يقابل اصحابه في المدرسه. وفي نفس الوقت بتكون نانسي في المكتبه وبتتخيل ان بارب حواليها في كل مكان. وقتها بتنهار جدا من العياط وبيجي لها ستيف عشان يهون عليها شويه، فبتقول له انها عايزه تصارح عيله بارب بحقيقه موتها، خصوصا كمان انهم هيبيعوا البيت عشان يدوروا عليها، بس ستيف بيحذرها عن العواقب اللي ممكن تحصل لهم من ورا الموضوع دوت، وبيفكرها ان كده هتعرض عيلتها كلها للخطر. وقتها بتهدى نانسي بسبب كلامه، لكنها برضه بتكون لسه مصره انها تقول لهم الحقيقه. وعلى الجانب الاخر بقى بتكون إل قاعده في البيت لوحدها وحاسه جدا بالملل، فبتجيلها نوبه هلوسه زي ما بيحصل مع ويل بالظبط، وبتتخيل نفسها انها خرجت للغابه واصطادت حيوان عشان تاكله، لكنها اول ما بتشوف شخص غريب قدامها بتخلص عليه وكانها بتتصرف تصرف غريب جدا شبه الحيوانات المفترسه. وقتها بتفوق إل من الحاله الغريبه اللي كانت فيها وما بتكونش عارفه هو ليه بيحصل معاها كده. وفي نفس الوقت بقى بتكون ماكس اتعرفت على شله مايك وقرروا انهم يخرجوا مع بعض بالليل شويه عشان يحتفلوا بالهالوين، وبعد شويه بيجي لها اخوها بيلي عشان ياخدها، وبيبان انه شخص مختل عقليا وبيحب يعمل مشاكل دايما، وبيلاقي ان اصحاب ماكس ماشيين قدامها بالعجل وبيعرف بالصدفه انها تخرج معاهم، فبيقرر يهزر معاهم هزار بايخ وكان هيدوسهم بعربيته اثناء ما هو سايق، ولكن ماكس بتغير مسار العربيه في اخر لحظه وبتخليه يمشي لبعيد، وطبعا اصحاب ماكس بيكونوا مستغربين هو ليه عمل معاهم كده. بنروح بقى بعدها للظابط جيم وبتكون زادت جدا عليه بلاغات فساد المحاصيل، واما بيروح عشان يتحرى عن الموضوع بنفسه بيلاقي ان موجود على الشجر ماده لزجه وشكلها غريب جدا، فبيتصدم جيم من اللي هو شايفه لان دي تبقى نفس الماده الموجوده في العالم المقلوب. وبالليل بقى بيستعد كل الاطفال عشان يحتفلوا بالهالوين، وبيكون جيم لوحده في الغابه عشان يتحرى عن اللي بيحصل، لكنه بيفتكر وقتها انه اتاخر على ميعاده مع إل فبيروح على البيت بسرعه. وفي نفس الوقت بيكون ويل مع اصحابه في الحفله وهو بيقع على ظهره وبتجيله نوبه الهلوسه، بس المره دي بتكون اصعب بكتير قوي لانه بيلاقي وحش عملاق عمال يجري وراه، بس مايك بيجيله وبيفوقه بسرعه على اخر لحظه وبيطمنه ان كل حاجه بخير، وبعدها بياخده وبيمشي. وقتها بتكون الحفله شغاله وبتفضل نانسي تشرب لحد ما بتسكر، وبنعرف وقتها ان عملت كده عشان عاوزه تهرب من واقع موت صاحبتها بارب، بس ستيف بيحاول ان يمنعها اللي بتعمله، لكنها بتقول له انتوا ناس انانيه لانكم بتحتفلوا على الرغم ان اهل بارب بيعانوا، وبتعرفوا كمان انها مش بتحبه، فبيتضايق منها ستيف بسبب اللي قالته وبينفصل عنها. على الجانب الاخر بقى بيكون ويل قاعد مع مايك وبيحكي له عن اللي بيفضل يشوفه في الهلاوس بتاعته، وبيقول له انه بيشوف وحش عملاق ليه اذرع كتير شبه البشر، فبيعرف مايك ان الوحش ده خطير جدا ومن فصيله الديمو جورجون، وده عرفه عن طريق صاحبته إل، خصوصا ان حكيت له عن انواع الوحوش كلهم اللي موجوده في العالم المقلوب، بس بيطمنه مايك ان اكيد دي مجرد هلاوس حصلت له بسبب اللي اتعرض له قبل كده، وبيقول له انهم هيقدروا يعالجوها. المهم في نفس الوقت بيرجع جيم على البيت وبيلاقي ان إل حزينه جدا وقافله على نفسها اوضتها، فبيحاول يصالحها لكنها بترفض تتكلم معاه، وبنشوف إل وقتها وهي بتتواصل بعقلها عن بعد مع مايك وبتعرف انه مفتقد وجودها معاه لانهم كانوا صحاب جدا، لدرجه ان مايك بيقدر يحس بيها وكمان بيسمع صوتها من خلال اللاسلكي. وفي الوقت دوت بيكون داستن راجع على البيت وبيلاقي كائن شكله غريب جدا جوه سله المهملات، فبيفتكروا ان ده نوع من انواع الزواحف وبيقرر انه يحتفظ بيه في صندوق ازاز، وبيديله كمان من الحلويات اللي اخدها في حفله الهالوين، بس المفاجاه ان الكائن دوت بياكل بشراهه كبيره جدا، فبيفرح بيه داستن وبيقرر يسميه شارك. المهم بالليل بيكون الكائن دوت بدأ يكبر بشكل ملحوظ وسريع، وفي تاني يوم بيروح داستن على المكتبة عشان يبحث عن نوع الكائن اللي لقاه ويعرف هو بياكل ايه او بيعيش ازاي. وفي نفس الوقت بتكون جويس بتدور على مفاتيح عربيتها عشان توصل ويل للمدرسة، فبيقترح عليها خطيبها بوب ان هو اللي يوصله في طريقه وهو رايح للشغل، فبتوافق جويس، بس ويل ما بيكونش مبسوط بالقرار دوت. المهم في الطريق بيحاول بوب انه يكسب صداقة ويل، وبيعرفه ان لما كان في سنه كانت بتجيله كوابيس كتيرة قوي لحد ما اختفت فجأة، وبيطمنه
له ان اي مشكله بتحصل للشخص اكيد بتاخد وقت وبتنتهي، فبيطمن ويل لكلامه وبيبدا يومه لاول مره وهو مبسوط. على الجانب الاخر بقى بيكون جيم في مركز الشرطه وبيعمل خريطه عن الاراضي اللي بيبوظ فيها المحاصيل الزراعيه، وبيكتشف ان الاماكن ديت حوالين منطقه مختبر هوكنز، فبيقرر انه هيدرس الموضوع اكتر من كده. وبعدها بقى بيرجع للبيت عشان يحاول يهتم بإل وما يحسسهاش ان هي لوحدها، وبيروح ينظف البدروم عشان إل تلاقي مكان واسع تجمع فيه العابها زي ما كان بيحصل مع اصحابها بالظبط. وبيحط لها كمان قوانين عباره عن انها ما تخرجش من البيت ولا من البدروم الا لما تسمع اشارته، وده عشان ما حدش يقدر يكشف وجودها. بس إل ما بتعملش ولا واحده منهم وبتخرج للاسف من وراه اول ما بيروح للشغل. وعلى الجانب الاخر بيكون داستن قاعد في بيت مايك مع اصحابه وبيوريهم الكائن اللي لقاه في سله المهملات، بس بيكتشفوا وقتها ان الكائن ده جواه حاجه بتتحرك وبينزعج جدا من الضوء. وفي الوقت دوت بيفتكر ويل موقف حصل له من سنه، فوقتها بصق كائن من بقه شكله غريب قوي وبيكون شبه الكائن بتاع داستن بالظبط، لكنه بيقرر يسكت لان مفيش حد هيصدقه. على الجانب الاخر بقى بيكون بوب قاعد مع جويس وبيقول لها انه راجع شريط التصوير اللي كان في حفله الهالوين، ولقى ان في اطفال كتيره قوي كانوا عمالين يتنمروا على ويل وهو ده السبب اللي مخليه انطوائي طول الوقت. فبتقول له جويس انها تتصرف في الموضوع دوت. وفي نفس الوقت بيروح جيم للمختبر السري وبيقابل الدكتور سام وبيهدده انه لازم يلاقي حل للي بيحصل في المدينه والا بقى هيفضح حقيقه مختبر هوكنز وبكده هيتقفل، وبعدها بيسيبه وبيمشي. في الوقت ده بقى بتكون إل خرجت من البيت ورا جيم، وفي طريقها بتقابل عماله تلعب طفلتها على المرجيحه، فبتفتقد إل جدا احساس ان يكون عندها تهتم بيها. فبتروح تسال الست ديت عن مكان المدرسه عشان عاوزه تقابل مايك، فبتقول لها الست على عنوان المدرسه وبتبدا تسالها هو فين اهلك يا بنتي، فبتتعصب إل وبتخلي مرجيحه تتحرك بسرعه كبيره جدا، فبتخاف الست وما بتبص لإل بتلاقيها اختفت. وقتها بقى بنشوف جويس وهي قاعده في البيت وعماله بتراجع شرايط التصوير عشان عاوزه تعرف مين بالظبط اللي كان عمال يتنمر على ابنها، ولكن المفاجاه انها بتلاقي صوره سريعه لوحش ظهر لثواني قصاد الكاميرا وظهوره كان متزامن مع لحظه وقوع ويل على الارض، فبتروح تقارن صوره الوحش دوت بالرسمه اللي رسمها ويل، والمفاجاه انها بتلاقيه شبهه بالظبط. المهم في نفس الوقت دوت بيكون ويل في المدرسه وبيقول لمايك ان الكائن اللي مع داستن دوت يبقى وحش من العالم المقلوب، والوحش دوت من نوع اسمه دارتنيان. فبيتصدم مايك وبيروح يجيب داستن من الفصل قبل بقى ما المدرس يشوف حكايه الكائن اللي معاه، وبيتجمع الكل جوه غرفه في المدرسه وبيحاولوا يلاقوا اي حل للوحش دوت، وبيستنتجوا ان الوحش دوت استخبى جوه جسم ويل وبعدها اتحرك بمجرد ما ويل خرج من العالم المقلوب، وده اللي بيفسر نوبات الهلوسه اللي عماله تجيله بشكل مستمر. واخيرا بيوصلوا لحل انهم لازم يخلصوا على الوحش، بس وقتها داستن بيتضايق لانه بيعتبره حيوانه الاليف ومش عايز يموته، واثناء ما هما بيتكلموا بيخرج الوحش من القفص، والمفاجاه انه بيكون اقوى بكتير جدا من الاول وبيبدا يهرب بسرعه من المكان للمدرسه. وفي نفس الوقت بتكون نانسي قررت خلاص انها تصارح اهل بارب بحقيقه موت بنتهم، واللي بيساعدها على كده جوناثان اخو ويل، فبتتصل نانسي على والده بارب وبتاخد منها ميعاد عشان تقول لها على كل حاجه، ولكن المكالمه دي بتكون متراقبه من المنظمه السريه وبيعرفوا اللي نانسي ناويه عليه. على الجانب الاخر بقى بتوصل إل المدرسه عشان تقابل مايك، وفي نفس اللحظه بيكون مايك بيدور على الوحش لكنه بيشوف صاحبته ماكس بالصدفه وبتلاحظ انه متوتر جدا، وطبعا بتكون عايزه تعرف هو ايه اللي بيحصل بالظبط، لكنه بيرفض يقول لها الحقيقه، وعشان يسكتها بيخترع اي كلام يقوله عشان تنسى الموضوع. بس من سوء حظه ان إل بتكون موجوده وشايفه كل اللي بيحصل، فبتتعصب جدا وبتوقع ماكس على ظهرها وبتمشي من المكان، وبتقول ماكس لمايك بانها حست ان في حد زقها، فبيفتكر مايك بان إل موجوده في المكان، لكنه لما بيخرج ما بيلاقيش اي حاجه، وبيكون ويل وقتها بيدور على الوحش وبيلاقيه مستخبي في الحمام، ولكن الوحش بيصرخ فجاه في وشه، فبيخاف ويل جدا وفي ثواني بيتنقل للعالم المقلوب، فبيهرب بسرعه من المكان وبيحاول يفوق لكنه ما بيقدرش، وفي اللحظه ديت بيلاقي الوحش ظهر قصاده وبيلبس جسم ويل. اما جويس فبتتصل على بوب عشان يروحوا للمدرسه وياخدوا ويل ابنها، لكنها بتلاقيه واقف لوحده في ساحه المدرسه وعينه مقلوبه وجسمه عمال يترعش، فبتفضل تفوقه من الحاله اللي هو فيها لحد ما بيفوق، ولكن مع الاسف الوحش بيكون اتمكن منه خلاص. وفي نفس الوقت بيكون داستن لقى الوحش في الحمام فبيقرر يخبيه عشان محدش من اصحابه يموته. المهم في الوقت ده بيكون ويل موجود في البيت وبيقرر اخيرا انه هيصارح والدته بالحقيقه، وبيقول لها على كل حاجه بيشوفها اول ما بتجيله نوبه الهلوسه. وقتها بقى بيرجع جيم للبيت وبيعرف ان إل خرجت من البيت، ده غير كمان ان الست اللي شافتها الصبح بلغت عنها، فبيتعصب جيم عليها وبيقرر انه يحرمها من التلفزيون لمده اسبوعين وبعدها بيقفل عليها بالمفتاح، فبتتعصب إل وبتصرخ صرخه قويه جدا وبسببها بيتكسر البيت كله، فبيحس وقتها جيم بالذنب بسبب اللي عمله. وفي نفس الوقت بيكون ويل نايم في البيت وبنلاحظ ان عينيه بتتحرك اثناء نومه وكأن كده في حد بيتحكم في جسمه، وفي
تاني يوم بيكون جوناثان مع نانسي في العربية وبيتصل على والدة بارب عشان يتفقوا يقابلوها. وفي الوقت دوت بتكون جويس حاسة ان في حاجة غريبة في ويل وبتبدأ تقيس درجة حرارة جسمه وبتلاقيها انها منخفضة جدا بشكل غير طبيعي. والغريب ان ويل ما بيكونش حاسس بالبرد اصلا، فبتقرر انها تملى البانيو مية سخنة عشان توزن حرارة جسمه. لكنه اول ما بيشوفها بيتخض وبيطلب من والدته انها تقلل حراره الميه شويه لان ده بيزعجه. وبيكلمها بنبره حاده لدرجه ان جويس بتخاف منه قوي، فبتتصل على الظابط جيم عشان يجي. وفي نفس الوقت بيكون جيم بيعتذر لإل على اللي عمله امبارح، وبعدها بيسيبها وبيخرج. وبيسمع وقتها مكالمه جويس وبيروح لها على البيت. بنروح بعدها بقى لنانسي مع جوناثان وهما مستنيين والده بارب في الحديقه لكنها ما بتجيش. وبيلاحظوا وقتها ان كل اللي في المكان بيراقبوهم، فبيقرروا انهم يهربوا بسرعه على العربيه. بس المفاجاه ان العربيه ما بتشتغلش وكل اللي راقبوهم جم ناحيه العربيه. وبعدها بياخدوهم هما الاتنين على المختبر، وهناك بيقابلهم الدكتور سام وبيتكلم معاهم بهدوء. هو بيعرفهم ان محاولتهم فتح المختبر فكره وحشه قوي لانهم في السر بيحاولوا يسيطروا على كارثه ممكن تدمر المدينه كلها. وبياخدهم بعدها لمكان معين في المختبر وبيوريهم الوحوش اللي على هيئه نباتات وهم بيحرقوها بالنار. وبيقول لهم ان لو الشرطه عرفت باللي حصل ده هتحبسهم، وبكده مش هيكون في حد موجود عشان يحارب الوحوش دي. فبتقتنع نانسي وجوناثان بكلامه وبعدها بيمشوا من المكان. بس المفاجأة بقى ان نانسي بتكون مسجلة كل اللي حصل على شريط، وبتقرر انها تفضح المختبر لانهم لسه بيعملوا تجارب مميتة على البشر الخارقين. على الجانب الاخر بقى بيكون جيم وصل لبيت جويس وبيقعد وقتها مع ويل وبيسأله عن اللي حاسس بيه. فبيقول له ويل انه حاسس ان جواه كائن غريب وكأنه بينمو جوه جسمه. بس جيم وجويس ما بيكونوش فاهمين هو يقصد ايه بالظبط، وبيطلبوا منه انه يرسم اللي عايز يقوله على الورق. وبالفعل بينفذ ويل كلامهم لكنه بيرسم لوحات كتيرة جدا مش مفهومة. هو وقتها جويس بتستنتج ان الرسومات ديت اكيد مرتبطه ببعضها وفي احتمال انها تشكل رسمه عملاقه. وبيلاقوها عباره عن رسمه بتشكل صوره النبات بينتشر على الارض. فبيربط جيم الاحداث ببعض وبيعرف ان الموضوع دوت اكيد ليه علاقه باللي بيفسد المحاصيل الزراعيه. فبيخرج بسرعه من البيت عشان يكتشف الموضوع بنفسه. وفي نفس الوقت بتكون ماكس خارجه من المدرسه ورافضه تتكلم مع لوكاس لانهم رافضين يقولوا لها بسبب تصرفاتهم الغريبه. فبيقول لها لوكاس انها هتعرف الحقيقه في الوقت المناسب. فبتساله ماكس لو كان الموضوع دوت ليه علاقه بإل. فبيتصدم لوكاس من اللي بيسمعه وبيعرف ان مايك هو اللي قال لها كده. بس فجاه بيجي لها اخوها وبياخدها من المكان. وعلى الجانب الاخر بقى بتكون إل بتنظف البدروم وبتتفاجئ بملفات قضايا تبع جيم خاصه بالمختبر السري. وبتفضل تقلب في الملفات دي لحد ما بتلاقي الصوره لواحده ست شكلها غريب قوي وبتكون متصوره مع والدها الدكتور برينر. فبتقلب اكتر في الملف لحد ما بتعرف ان الست ديت اسمها تيري وانها قدمت بلاغ عن المختبر انه خطف بنتها جاين. وساعتها إل بيجي لها فضول ناحيه الموضوع دوت وبتقرر انها تتواصل بافكارها عن بعد معاها. وبتقدر إل فعلا تتواصل مع تيري لكنها بتتفاجئ انها حاسه بيها وبتقدر تشوفها وكانهم كده اتقابلوا قبل كده. وساعتها تيري بتتواصل مع إل وبتنده لها باسم جاين. فبتتصدم إل جدا من اللي بتسمعه وبتعرف ان تيري ديت تبقى هي والدتها. فبتحاول تتواصل معاها اكتر بس والدتها بتتلاشى زي الدخان. وساعتها بتفوق إل من الحاله اللي هي فيها وبتفضل تعيط لانها فاكره ان ما كانش ليها ام. على الجانب الاخر بقى بيرجع داستن البيت عشان يهتم بشارك الوحش بتاعه لكنه بيلاقيه كسر صندوق الازاز وهرب منه. وبيلاقي كمان اثار دم على الارض وبيشوف الوحش وهو بياكل القطه بتاعته. وفي الوقت ده بيكون جيم وصل للغابه وبيحفر عن المكان اللي رسمه ويل لحد ما بيوصل لاعشاب لزجه تحت الارض. فبيفضل يقطع فيها وبيلاقي اتفتح مكانها بوابه لتحت الارض. فبينزل جيم جوه البوابه دي وبيكتشف عالم كامل موجود تحت المدينه عباره عن نباتات سامه. واثناء ما هو ماشي بتبخ واحده من النباتات ديت ماده سامه على جيم وبسببها بيدوخ وبيفقد الوعي. وفي نفس الوقت بتقفل جذور النباتات ديت الفتحه اللي حفرها جيم واللي نزل من خلالها لتحت الارض. بنروح بقى بعدها لبيت ويل وبتكون جويس لسه بتحل في لغز الصور اللي رسمها ابنها لكنها ما بتكونش فاهمه اي حاجه. فبتتصل على جيم عشان يساعدها لكنه طبعا ما بيردش عليها. المهم بعد شويه بيوصل مايك عشان يطمن على ويل وبيلاحظ انه متغير جدا لدرجه انه بيخاف يتعامل معاه. وساعتها بيقول له ويل انه حاسس ان في وحش جواه وكانه مستحوذ على جسمه وبيتجسس على كل اللي حواليه. ده غير كمان انه بيقدر يحس وبيشوف اماكن شكلها مخيف عمره ما راحها قبل كده. وقتها مايك بيخاف جدا على صاحبه وعلى الرغم ده بيطمنه انهم اكيد هيلاقوا حل. وعلى الجانب الاخر بيهرب نانسي وجوناثان في فندق بعيد عن المدينه وده عشان يفكروا براحتهم ازاي هيفضحوا المختبر من غير ما حد يراقبهم. وبيقرروا في تاني يوم انهم هيروحوا للمحقق مواري وده عشان يساعدهم ازاي ينفذوا خطتهم. وفي تاني يوم بيصحى ويل من نومه وهو مرعوب
مرعوب وبيروح يبلغ والدته ان جيم في خطر واحتمال يموت. وبنعرف وقتها ان ويل بيقدر يشوف اي حاجه بيشوفها الوحش، واللي اصلا بيكون عايش تحت الارض في نفس المكان اللي فيه جيم. وفي نفس الوقت بيكون جيم فاق من الاغماء وبيفضل يتحرك تحت الارض وهو تعبان جدا، وبيحاول انه يلاقي اي مخرج لكنه بيفشل لحد ما بيشوف قصاده طريق منقسم لاتنين، فبيختار طريق منهم وبيمشي فيه. وبنشوف وقتها ان النباتات قادره تتحرك وبتمشي وراه زي التعبان. اما بقى داستن فبيكون مرعوب جدا من الكائن اللي هرب من اوضته وبيقرر انه يصطاده. واول حاجه بيعملها انه بيستنى مامته تخرج من البيت وبيصنع فخ للوحش دوت عن طريق انه بيرمي له اكل على الارض. وفعلا بتنجح الخطه والوحش بيخرج من المخبأ بتاعه. وبيروح بعدها داستن وبيضربه بعصايه البيسبول وبيرميه جوه بدروم البيت، وبعدها بيقفل عليه الباب الحديد. بنروح بعدها بقى لنانسي وجوناثان بعد ما بيكونوا وصلوا البيت المحقق مواري، واللي بيرحب بيهم جدا وبيعرفهم كل حاجه خاصه بالتحقيقات بتاعته. وبيتضح كل دوت انه فاكر ان بارب لسه عايشه. فبتصدمه نانسي وقتها ان في حاجات كتير مش صحيحه في التحقيقات بتاعته، زي مثلا ان بارب ماتت، وكمان ايه البنت امريكيه مش روسيه. ده غير ان تسلسل الزمن اللي هو كاتبه مش متطابق تماما للاحداث الحقيقيه اللي حصل. فوقتها بيتصدم مواري وبيقرر يسمعهم. فبتعرفوا نانسي عن كل حاجه في المختبر والناس اللي بتتخطف جواه، وكمان بتسمعه التسجيل اللي معاها. فوقتها بيتحمس موراي للتحقيق وبيقول لهم انه هيساعدهم عشان يفتحوا المختبر دوت من غير ما حد يحس بيهم، لكنهم لازم يبقوا حذرين جدا من كل خطوه بيعملوها لان رجاله المختبر ليهم جواسيس في كل مكان. وبيقول لهم ان اول حاجه يعملوها هي الاحتفاظ بالادله، وانهم يبعتوا منها نسخ للصحافه عشان الموضوع ينتشر بشكل اسرع قبل ما حد يحس بيهم. اما بقى عن ال فهي استغلت غياب جيم وقررت تسافر على عنوان والدتها تيري اللي كان مكتوب في الملف. وفعلا بتوصل على بيتها وبتلاقيها عايشه مع اختها جودي، وبتكون فرحانه جدا اول ما بتشوفها، لكنها للاسف بتلاقيها مشلوله ومش بتتحرك ولا بتتكلم. فبتتصدم ال وما بتكونش عارفه يا ترى حصل لها ايه. فبتروح تتكلم مع خالتها جودي وبتقول لها انها هتعيش معاهم عشان تهتم بوالدتها. المهم بقى عند بيت ويل بيوصل بوب خطيب جويس عشان يساعدهم. فبيقول لها بوب ان الرسمه ديت عباره عن خريطه عملاقه للمدينه، وطالما ان ويل راسم نبات ممتد للمدينه يبقى اكيد ده ليه علاقه بفساد المحاصيل الزراعيه لانها نباتات سامه بتنمو تحت الارض. وبيقول لها كمان ان على حسب كلام ويل يبقى جيم اكيد موجود جنب منطقه دانفورد ببعد 800 متر، وانهم لازم يروحوا دلوقتي عشان يحفروا هناك لانه اكيد واقع جواها بسبب ان الارض مش مستقر. المهم في الوقت ده بيكون جيم موجود تحت الارض وطبعا لسه بيدور على اي طريق عشان يخرج منه، واللي زود الطين بله كمان ان وقتها بيخلص الكشاف اللي معاه. فبيولع نار وبيلاحظ ان النباتات ديت بتتاثر من النار جدا. فبيقعد جيم عشان يرتاح شويه، بس رد فعل النباتات بيكون عدواني جدا من بعد ما جيم استخدم النار. فبتهجم عليه النباتات وبتلف حوالين جسمه عشان تخنقه. وفي نفس الوقت بتكون جويس وصلت هي وبوب وبيفضلوا يحفروا تحت الارض لحد ما بيوصلوا لمكان جيم، وبيفضلوا يدوروا عليه لحد ما بيلاقوه خلاص كان بيتخنق. فبيقطعوا بقى النباتات اللي حواليه لحد ما اخيرا بيحرروه وبيهربوا بسرعه من المكان، لكنهم للاسف بيلاقوا رجاله المختبر قصادهم وبيساعدوهم وقتها انهم يخرجوا من تحت الارض. وبعدها بيحرقوا في كل نباتات السامه اللي موجوده. بس في نفس الوقت ويل بيتشنج على الارض وبيفضل يصرخ وكانه بيتحرق. وعلى الجانب الاخر بقى بتكون إل قاعده مع جودي وبيتكلموا شويه، بس بتلاحظ إل وقتها ان نوار البيت كده مش مستقره وبتفضل تطفي وبتولع لوحدها. فبتعرف وقتها ان دي كلها اشارات من والدتها تيري. فبتقعد إل على الارض وبتحاول تتواصل بعقلها مع عقل والدتها، وبتلاحظ وقتها ان تيري عماله بتنزف من مناخيرها دم. فبتتاكد على طول ان امها عندها نفس القوه بتاعتها، وبتبدا إل تدخل في حاله الاتصال العقلي. وبتشوف من بدايه ولاده إل ان اللي ولد مامتها كان جوزها الدكتور برينر. هو وقتها خطف برينر بنتهم لان مامتها عندها قدره خارقه واكيد البنت هتورث نفس جيناتها. وساعتها كذب عليها وقال لها بنتك اتوفت، لحد ما تيري كشفت الموضوع ان بنتها لسه عايشه، وعرفت كمان ان بيتعمل عليها تجارب في المختبر. فقررت تفضحهم ورفعت عليهم قضيه عشان ترجع بنتها. بس برينر خطفها وحطها تحت التعذيب لمده كبيره قوي لحد ما تيري اتشلت وفقدت النطق، وللاسف هتفضل عايشه كده لبقيه حياتها. فبتفوق إل من الحاله اللي هي فيها وبتكون مصدومه من اللي شافته. المهم على الجانب الاخر بقى بيروح داستن لبيت مايك، وده عشان يساعده انه يموت الوحش اللي مسكه، لكنه بيعرف ان مايك مش موجود فبيمشي بعدها. وقتها بيلاقي ستيف حبيب نانسي انه رايح لبيت مايك عشان يصالحها، لكنه بيعرف ان نانسي مش موجوده في المدينه كلها وبيقلق عليها جدا. ووقتها بيطلب منه داستن انه يروح معاه ويساعده يموت الوحش، وبالفعل بيروح معاه ستيف، لكنهم بيتفاجئوا ان الوحش ده عمل نفق تحت الارض وهرب منه. على الجانب الاخر بقى بتروح ناس غريبه لبيت ويل، لكنهم ما بيلاقوش اي حد هناك. فبيبداوا يصوروا اللوحات اللي رسمها ويل، وبياخدوا كمان شرايط التسجيل اللي موجوده في البيت. وفي نفس الوقت بيتم نقل ويل للمستشفى، وبيكون عمال يصرخ من الالم وبيقولوا انه بيتحرق، على الرغم اصلا ان
ان مفيش اي اثار حروق على جسمه. ووقتها بتقعد جويس مع دكاتره كتير عشان يدرسوا حاله ويل، واللي بيكون من ضمنهم الدكتور سام، وبيكون مش عارفين يفسروا هو سبب اللي بيحصل له ده ايه بالظبط، خصوصا انه ازاي حس بحرق النباتات السامه وكأن جسمه اصلا هو اللي بيتحرق. ودي بتكون اغرب حاله عدت عليهم في مسيرتهم الطبيه. فبيروحوا بعدها الجيم اللي بيكون لسه في فتره العلاج من بعد اللي اتعرض له، وبيبداوا يسالوه لو هو بيحس بنفس اللي ويل بيحس بيه، لكنه بيقول لهم انه طبيعي جدا وان هو تعبان بسبب غاز النباتات السامه مش اكتر. فبياخدوه معاهم لمكان النباتات السامه تحت الارض، وبيكونوا ملبسينه لبس عشان يحمي جلده من السموم اللي موجوده. اما ويل بقى فبيكون فاق في المستشفى، لكنه بيكون فاقد جزء بسيط من ذاكرته لدرجه انه ما بيقدرش يفتكر بوب خطيب جويس، لكنه لسه فاكر والدته واصحابه، وده معناه انه بيفتكر بس الناس اللي عاش معاهم سنين طويله. فبيجي الدكتور سام عشان يكشف على حالته، وبيجيب عينه من الوحش اللي لقوه تحت الارض وبيحرقوه بالنار. وساعتها ويل بيتألم جدا لدرجه انه كان هيموت. فبيعرف الكل ساعتها ان ويل بيحس بكل حاجه بيتعرض لها النباتات السامه والوحوش. وبيروح الدكتور وقتها عشان يبلغ جويس بين اللي حصل لويل دوت من وقت ما كان محبوس في العالم المقلوب، وكأنه حلقه وصل بينه وبين العالم دوت، لكنه بيعرفهم وبيطمنهم انهم شغالين على علاج، وده عشان يخرجوا الوحش من جوه جسم ويل. وفي نفس الوقت بيكون ويل في غرفته، وبيكون مايك قاعد جنبه عشان يهتم بيه. وساعتها ويل بيعرفه انه اكتشف طريقه عشان يقضي بيها على الوحش. فبيروح مايك عشان يقول للدكتور، وبعدها بيحط ويل جوه غرفه جواها ترابيزه كبيره، وبيجيبوا له اللوحات اللي رسمها للوحش قبل كده. وساعتها بيبدا ويل يجمع في الصور اللي قدامه، وبيشاورهم على منطقه معينه في صوره، وبيقول لهم ان الوحش مستخبي جواها. فبيقول لهم الدكتور انهم لازم يجهزوا في اسرع وقت ممكن عشان يروحوا يدمروا الوحش قبل بقى ما يهرب من مكانه الحالي. وعلى الجانب الاخر بيرجع جوناثان ونانسي على المدينه، وبيوصلوا للبيت عشان يطمنوا على ويل، لكنهم بيكتشفوا ان مفيش حد موجود هناك، خصوصا كمان ان في شرايط تصوير شكلها غريب جدا. فبيستنتج جوناثان ان في حد دخل بيته اثناء غياب مامته واخوه، وده عشان يصور الادله والصور بتاعت ويل. وبيكونوا خايفين جدا لحسن مختبر هوكنز يكون هو اللي بعت الناس ديت عشان يخطفوا عيله ويل. المهم في نفس الوقت بيكون داستن مع ستيف في الغابه، وده عشان يصطادوا وحش الشارك اللي هرب منهم. ولحسن الحظ بيوصل لهم لوكاس مع ماكس، وبيكون لوكاس حكى لها كل حاجه عشان تساعدهم. وبالليل بيكون جنود مختبر هوكنز خرجوا عشان يقضوا على الوحش. وفي نفس الوقت بيكون داستن موجود مع اصحابه وعاملين كمين للوحش شارك ومستنيين انه يظهر عشان يخلصوا عليه. وفجاه بيظهر الوحش وبيخرج ستيف بنفسه عشان يموته، بس من سوء الحظ ما بيكونش الوحش لوحده، وبيكون معاه مجموعه وحوش من الديمو جورجن. فبيصرخ داستن عشان ستيف يرجع، بس للاسف بتكون الوحوش خلاص هجمت عليه. فبيدخل العربيه يستخبى، وبيلاقي ان الوحوش بتحاول تدخل توصل له، بس فجاه الوحوش ديت بتسيب المكان وبتختفي لسبب مجهول. وفي نفس الوقت بيكون رجاله المختبر تحت الارض وبيدوروا على الوحش العملاق، ولكن بيتقطع ما بينهم التواصل مع المختبر، والسبب في كده ان في ضباب كتير تحت الارض. ساعتها بقى بيفوق ويل وبيقول لهم انهم استفزوا الوحش، وبسبب كده هو عارف مكانهم عن طريق ويل، ودلوقتي هيجي على المختبر عشان يدمرهم. وقبل اصلا ما يكملوا كلامهم بيلاقوا ان الاجهزه كشفت عن وحوش ديموجارجن عماله تقرب من المكان. وفي نفس الوقت بتكون إل قاعده مع خالتها، وبتفتكر انها شافت بنت شكلها غريب اثناء ما عملت اتصال عقلي مع امها تيري، ومعنى ان البنت دي ظهرت يبقى اكيد تيري عايزاهم يتقابلوا. فبتروح إل عشان تدور في الملفات القديمه لحد ما بتشوف صوره البنت اللي لقيتها في احلامها، وبتلاقي ان البنت ديت اسمها كيلي، وبنعرف وقتها ان هي دي نفس البنت اللي ظهرت في بدايه المسلسل. فبتقرر إل وقتها انها تروح على عنوان البنت ديت عشان تعرف ايه حكايتها بالظبط، لكنها اتفاجئت ان خالتها بتتصل على المنظمه وبتبلغهم عن وجود إل في البيت. فبتهرب إل بسرعه من المكان لعنوان كيلي، وبتلاقي ان المكان هناك مليان بالمجرمين، لكنها ما بتخافش منهم وبتكمل في طريقها لحد ما بتقابل كيلي اللي بتكون قاعده مع العصابه بتاعتها في مستودع قديم. وبتعرف ساعتها كيلي ان إل ديت تبقى اختها وانها ضحيه مختبر هوكنز زيها بالظبط. وقتها طبعا كيلي بتفرح جدا وبتحضن إل وهي مش مصدقه ان اخيرا بقى ليها اخت. وبعد شويه بتقعد إل وبتتكلم مع كيلي، وبتعرف ان قوتها انها بتقدر تصنع وهم لاي حد، وده عن طريق انها بتقتحم عقله وبتخليه يشوف حاجات مش حقيقيه، لكنها ما بتقدرش تعمل اتصال بعقلها وما عندهاش القدره اللي عند إل ووالدتهم تيري. وبيتضح ان كيلي اصلا عايزه تستغل قوه إل الخارقه عشان تنتقم من رجاله المختبر اللي اذوا ناس كتير زيهم. وطبعا إل اول ما بتسمع كده بتوافق ان تنضم ليها، ووقتها بيتم تدريبها بشكل كبير جدا، وده عشان تكون مستعده للعمليات اللي هينفذوها. وبتكون إل موهوبه وبتقدر تتعلم كل حاجه بسهوله لحد ما اخيرا بتنجح انها تبقى واحده من العصابه، وبيغيروا من شكلها تماما عشان محدش يقدر يتعرف عليها. وفي تاني يوم بتروح إل مع العصابه لاول عمليه، واللي بتكون انهم هيموتوا شخص اسمه راي، وده كان مسؤول عن التجارب اللي بتتعمل في مختبر هوكنز. واثناء ما راي كان قاعد في بيته بيلاقي ان العصابه اقتحمت المكان، وبيبداوا
بيعذبوه بشكل وحشي قوي عشان يحس باللي كان بيتعمل في ضحايا المختبر، وبتكون إيل وقتها على وشك انها تخلص عليه، بس ما بتعرف ان عنده اطفال بتتراجع عن قرارها في اخر لحظه، ووقتها بتفضل كيلي تقول لها تموته، ولكن بتوصل الشرطه فجاه على المكان، وبسبب كده بيهربوا بسرعه قبل ما تمسكهم. وما بيرجعوا للمستودع القديم بتكون إيل قاعده لوحدها وبتفتكر حياتها القديمه، وبتعمل اتصال بعقلها مع اصحابها عشان تشوفهم، لكنها بتتفاجئ انهم محبوسين جوه مختبر هوكن، وان الوحوش محوطاهم من كل اتجاه. فبتقرر وقتها انها تروح عشان تنقذهم بسرعه، بس بتتفاجئ ان الشرطه وقتها هجمت على المستودع، لكنهم بينجحوا وبيهربوا من المكان بسرعه. بس إيل بترفض تروح معاهم عشان عاوزه تروح تنقذ اصحابها، وفي نفس الوقت بتكون الوحوش قدرت تقتحم ابواب المختبر وبتموت في كل الموظفين اللي فيه. فبيشوف جيم والدكتور اللي بيحصل وبيهربوا بسرعه على اوضه ويل، وساعتها بيقول لهم مايك انهم لازم يدوا لويل مخدر عشان يفقد الوعي، وده لان الوحش بيعرف اماكنهم من خلال جسم ويل، وبالفعل بينفذوا كلامه وويل بيتخدر تماما. وبعدها بيحاولوا يهربوا من المكان، لكنه بيكون متحوط بوحوش الديمو جورجون، وبيروحوا يستخبوا بسرعه في غرفه الكاميرات، وبيلاقوا ان هم الوحيدين اللي عايشين من اللي كانوا في المختبر. ولسوء الحظ بتتقطع الكهرباء من المختبر بشكل كامل، وبسبب كده ابواب المكان بتتقفل عليهم لانها اصلا بتشتغل بالنظام الالي. وساعتها بيساعدهم بوب على الخروج لان هو مهندس برمجه، ووقتها بينزل في غرفه التحكم وهو معاه جيم، وبنعرف وقتها ان لازم يكون في حد مسؤول في التحكم في الابواب عن بعد عشان الباقي يخرجوا. وعشان كده بوب بيطلب من جيم ان بمجرد ما الابواب تتفتح لازم الكل يهرب على طول من المكان. فبينفذ جيم كلامه وبيروح يبلغ الباقيين، وفي نفس الوقت بيتقابل جوناثان ونانسي مع داستن واصحابه، وبيكونوا هم كمان بيدوروا على عائله ويل. فبيبداوا يستنتجوا انهم جوه المختبر، وبيروحوا كلهم بسرعه على هناك، لكنهم اول ما بيوصلوا ما بيقدروش يدخلوا لان البوابات كلها بتكون مقفوله بسبب انقطاع الكهرباء. وفي نفس الوقت بيقدر بوب انه يشغل الكهرباء في المختبر، وبعدها بيحل مشكله قفل الابواب لانها بتكون متبرمجه. وطول الوقت دوت بيكون جيم والكل شايفين اللي بيعمله. وبعد دقايق بيحل بوب مشكله قفل الابواب، وفي ساعتها الكل اخيرا بيخرج من المكان، بس مع الاسف بوب ما بيلحقش يهرب، وبيجي وحش وبيهجم عليه قصاد عيون جويس. وقتها بتصرخ جويس وبتحاول تنقذه، بس جيم بيسحبها بره المكان على اخر لحظه وبيقفل الابواب من تاني. وقتها بيكون جوناثان وصل بعربيته وبيهرب بكل الموجودين بعيد عن مختبر هوكن. وبنعرف في الوقت دوت ان الكل هرب ما عدا الدكتور سام، واللي بيكون رافض يهرب الا لما يلاقي حل للي بيحصل دوت. وعلى الجانب الاخر بيرجع الكل على بيت جويس وبيكون ويل لسه متخدر، فبيقول لهم مايك انهم لازم يخبوا ويل في مكان هو ما يعرفوش، وده عشان الوحوش ما تجيش على مكانهم. بس بيقول لهم داستن انهم لازم يخلصوا على الوحش العملاق اللي عمال يتحكم في ويل، وبكده هيمنعوا باقي الوحوش انها تكون موجوده في المدينه، وبكده الوحوش ديت هترجع على العالم المقلوب من تاني لانه اصلا الوحش العملاق هو اللي بيتحكم فيهم. فبيقتنع جيم بالفكره وبينقلوا ويل لبدروم البيت، وهناك بيغيروا ديكور المكان عشان ويل ما يقدرش يعرف هو فين بالظبط، وبيربطوا ايده ورجله وبيوجهوا كشاف نور عملاق قصاد وشه. المهم بعدها بيفوقوا ويل من المخدر عشان يعرفوا منه فين مكان الوحش بالظبط عشان يروحوا يخلصوا عليه، ولكن ويل بيفضل يتعامل بشكل عدواني وبيصرخ عشان عايز يفك نفسه. فبتحاول جويس تهديه وبتفكروا بذكرياتهم الجميله مع بعض، وبتنجح الخطه وويل بيهدى فعلا، لكنه ما بيقدرش يقول المره دي على مكان الوحش لانه للاسف بيكون متحكم في جسمه. بس بيلاحظ جيم انه عمال بيتكلم بلغه الاشاره وعاوز يوصل لهم رساله معينه، فبيفهم جيم انه بيقول لهم اقفلوا ابواب المكان اللي هم فيه، وده لان الوحش بيقرب عليهم. وفعلا بيروح وبيقفل ابواب البيت، بس من سوء الحظ بيرن تليفون البيت، وبيقدر ويل وقتها يعرف هو فين بالظبط. وبما ان الوحش متحكم في ويل فبيعرف مكانهم عن طريق ويل، فبيحاول جيم انه يخدر ويل من تاني، لكنه بيسمع صوت الوحش جاي من بعيد، فبيتجمع الكل مع بعض بسرعه، وكل واحد فيهم بيمسك سلاح عشان يواجه الوحش. بس المفاجاه بقى ان الوحش بيدخل البيت وهو ميت اصلا، وما بيكونوش عارفين هو ازاي ده حصل. فبتدخل إيل من الباب وبيتضح ان هي اللي قضت على الوحش في اخر لحظه قبل ما يهجم عليهم. فبيتفاجئوا كلهم بان إيل لسه عايشه ما عدا جيم اللي بيتكلم معاها عادي، وده اللي بيخلي مايك يعرف بانها كانت مستخبيه في بيته. وبسبب كده بيتعارك مايك مع جيم لانه كذب عليه، بس جيم بيحاول يهديه وبيعرفه انه عمل كده عشان يحميها مش اكتر. وفي نفس الوقت بتتكلم إيل مع جويس وبتقول لها ان ويل كان يقصد يقفل بوابه العالم المقلوب لانها هي المسؤوله عن كل اللي بيحصل. وبنعرف ساعتها ان الوحش ذكي جدا وبيقدر يفكر ويخطط زي البني ادمين بالظبط، وده اللي بيخلي الموضوع اصعب جدا عليهم. فبيوصلوا الحل اخيرا انهم يبعتوا إيل مع جيم عشان يروحوا يقفلوا البوابه، اما ويل فبيروح مع جويس ونانسي وجوناثان لمكان بعيد، وده عشان يحاولوا يخرجوا الوحش من جسمه. وبيفضل الباقي موجود جوه بيت ويل، ومن سوء الحظ بيوصل بيلي عشان يدور على اخته ماكس لانها مختفيه، وشكله كده بيكون ناوي على شر. فبيحاول ستيف يهديه ولكن بيلي بيتخانق معاه وبيضربه،
تضربه، وبعدها بيدخل جوه البيت وبيكون عاوز يضرب ماكس، بس لوكاس بيدافع عنها وبيتضرب بدلها. فبيدخل ستيف للبيت وبيحاول يوقفه، بس بيلي بيكون قوي جدا لحد ما بتلاقي ماكس وقتها حقنه مخدره، فبتحقن بيها بيلي في رقبته عشان يسكت شويه، وبعدها بيقرروا يهربوا من البيت قبل ما هو يفوق من تاني. وبتاخد ماكس مفتاح عربيته وبتقول لهم انه هيروحوا على المكان اللي فيه النباتات السامه عشان يحرقوه، وفعلا بيوافق الباقيين على كلامها. في الوقت دوت بيكون ستيف فاقد الوعي، وده بسبب كميه الضرب اللي هو اتعرض لها. اما عن ويل فبيكونوا رابطينه في غرفه معزوله، وبيخلوا الاوضه حرارتها عاليه جدا لان الوحش دوت ما بيقدرش يعيش وسط الحراره، وبكده هيضطر انه يخرج من جسمه. ساعتها بقى ويل بيفوق وبيفضل يتشنج وبيصرخ من شده الالم، والسبب في كده انه مش مستحمل الحراره العاليه. وجويس وقتها بتفتكر خطيبها اللي مات، وبتقرر ما تتعاملش بعاطفه مع الموقف وبتعلي الحراره اكتر، وبسبب كده ويل بيفك القيود اللي في ايده وبيقوم وقتها عشان يخلص على جويس، بس بسرعه بتجيب نانسي سيخ مولع وبتحرق بيه جسم ويل، فبيعجز جسمه عن الحركه وبيفضل يتشنج اكتر لحد ما اخيرا الوحش بيخرج من جسمه على هيئه دخان اسود وبيهرب بسرعه من المكان. واخيرا بيرجع ويل بعدها لحالته الطبيعيه، وفي نفس الوقت بتوصل إيل مع جيم للمختبر، وبيتفاجئوا انه دكتور سام لسه عايش لكنه بيكون مصاب، فبيلحقوا جيم بسرعه وبيوقف النزيف من جسمه، وبعدها بيتحرك هو وإيل البوابه وبيتصل على جوناثان، وبيبداوا يطمنوا على حاله ويل، وبيعرفوا ان الوحش خرج من جسمه، وبكده هيقدروا دلوقتي يقفلوا البوابه حالا. فبتستخدم إيل قوتها الخارقه وبتحاول تقفل البوابه، بس الوحش بيكون قوي جدا وبيفضل يقاومها. وفي نفس الوقت بتوصل ماكس مع باقي الفريق لنفق النباتات السامه، وبيساعدهم ستيف من بعد ما بيفوق من الاغماء، وقتها بيحرقوا كل النباتات الموجوده تحت الارض وبيهربوا بسرعه من المكان. اما بقى عن إيل فبتكون لسه بتحاول تقفل البوابه، والوحش بيبعت وحوش ديموجارجون عشان يمنعوها، بس ويل بيخلص عليهم بالبندقيه اللي معاه لحد ما إيل بتقدر اخيرا تقفل البوابه لما بتستهلك طاقتها بالكامل، وفي ساعتها بيموت كل الوحوش اللي في المكان بمجرد ما بتتقفل البوابه. وبعد شهر بيتقفل مختبر هوكنز وبيكون منطقه محظوره، وبيتعمل اخيرا جنازه لبارب من اهلها من بعد ما بيكونوا اتاكدوا انها خلاص ماتت. وبيروح بعدها جيم وبيقابل الدكتور سام، واللي بيكون عمل له اوراق رسميه بتقول ان إيل تبقى بنته، وده عشان يقدر يهتم بيها من غير ما يخبيها في بيته. فبيفرح جيم جدا باللي عمله الدكتور وبيشكره قوي. وبعد فتره بتروح إيل لاول مره الحفله وهي مش مخبيه هويتها الحقيقيه، وبتحتفل مع اصحابها وبتكون مبسوطه قوي. بس على الجانب الاخر بنشوف عاصفه كبيره بتحصل في العالم المقلوب، وكأن الوحوش اللي فيه بتحضر لحدث كبير جدا هيحصل ضد البشر. وبيخلص المسلسل. بيبدأ المسلسل سنة 1984 وتحديدا جوه مختبر روسي تحت الأرض تابع للاتحاد السوفيتي. المفاجأة بقى إن المختبر دوت تحت أرض مدينة أمريكية اسمها هوكنز. وقتها العلماء بقى بيكونوا شغالين على جهاز متطور جدا عشان يساعدهم يفتحوا بوابة توصلهم للعالم المقلوب، يمكن يلاقوا طريقة تساعدهم إنهم يطوروا من أسلحتهم الحربية ويبقوا أقوى دولة في العالم. وبنعرف إن العالم المقلوب دوت هو عكس العالم الواقعي تماما، وبيكون موجود تحت الأرض في أبعاد زمنية مختلفة، وبيكون عايش فيه أخطر الوحوش على كوكب الأرض اللي بتكون آكلة للحوم البشر ومشهورة بالذكاء الحاد. المهم كل العلماء المسؤولين عن المشروع بيتجمعوا مع الشخصيات العسكرية المشرفين على المختبر، وكلهم هيحضروا التجربة الأولى لفتح البوابة. بس ساعتها بتحصل حاجة غريبة جدا، فالجهاز بيسحب كمية كهرباء كبيرة قوي لحد ما بيتسبب في انفجار عملاق، وللأسف بيموت معاه مجموعة من دكاترة المختبر. فبيروح الدكتور بروف عشان يتكلم مع الجنرال فرناندو المسؤول عن المشروع، وبيفهموا ان الفشل اللي حصل ده طبيعي جدا، لكنهم برضو قربوا جدا من هدفهم. بس بيجي الضابط جورج وبيخنق بروف لحد ما بيخلص عليه. بيتولى بقى الدكتور ساميرنوف التجربة من بعد موت زميله، وبيرفض يقول اي ميعاد محدد لنجاح التجربة لانه خايف على حياته. بنروح بعدها بقى لمدينة هوكنز مع مجموعة اصحاب اللي بيكونوا مايك وداستن ولوكاس وويل، واخرهم بيكون ماكس صاحبتهم اللي انضمت جديد للشلة. وعلى الرغم ان كلهم يبانوا مجرد اطفال الا انهم انقذوا المدينة من وحوش كتير قوي خرجت من العالم المقلوب، وده بمساعدة صاحبتهم إل، لان إل عندها قوة خارقة بتخليها تحرك الاشياء من بعيد، وكمان بكل سهولة بتقدر تفتح بوابة للعالم المقلوب. وقتها بيكون الخمس اصحاب موجودين جوه مول عملاق جدا افتتح جديد في المدينة، وبيكون مليان بألعاب الفيديو جيمز اللي هم بيحبوها، بس بيبقى لسه فاضل ساعتين على افتتاح قسم الألعاب. فبيقرروا يستغلوا الوقت الزيادة دوت ويروحوا للسينما. بس فجأة الكهرباء بتتقطع عن المكان وعن المدينة كلها، وبتكون دي ظاهرة أول مرة تحصل في تاريخ مدينة الهوكنز، إن الكهرباء تقطع في جميع أنحاء المدينة. في نفس الوقت بنشوف مجموعة فئران بأعداد ضخمة جدا، وبتكون خارجة من جحورها ومتجهة بشكل سريع جدا على مكان مهجور. فبيظهر كيان شفاف بيتغذى على أجسام الفئران ديت وبيتحول لوحش. بعد
شويه بقى بترجع الكهرباء من تاني للمدينه ومفيش حد بيحس باي حاجه من اللي حصلت. بس ويل وقتها بيبدا يشوف هلاوس زي اللي كان بيشوفها قبل كده وقت ما الوحش استحوذ على جسمه وحبسه في العالم المقلوب، لحد ما مايك بيتكلم معاه وبيفوقه من الحاله اللي هو فيها. بنروح بقى بعدها لنانسي اخت مايك بعد ما خلاص بتكون اتخرجت من الكليه وبقت شغاله في جريده مشهوره مع حبيبها جوناثان اخويل، لكنهم مع الاسف هما الاتنين بيكونوا لسه تحت تدريب وقدامهم وقت كبير لحد ما يكون ليهم اسم معروف في الجريده، لدرجه ان نانسي بتهتم بتنظيف المكتب ووظيفتها في نفس الوقت لان المدير توم مش عاوز يجيب عامله نظافه. بنروح بعدها لجويس والدة ويل اثناء ما بتكون قاعده في المحل الخاص بيها وبتكون متضايقه ان مفيش اي زباين بيجوا لها المحل، خصوصا بعد ما تم افتتاح المول الجديد في المدينه، وبكده للاسف مش هتقدر تدفع الاقساط اللي عليها، فبتضطر تعمل خصومات كبيره قوي على البضاعه اللي عندها. بس برضه اللي عملته دوت بدون اي فايده. وقتها بيجي لها الضابط جيم وبنعرف انه صديقها من زمان من وقت ما كانوا بيحلوا قضيه اختطاف ويل ابنها من وحوش العالم المقلوب، وبنعرف انه بيجي لها المحل بشكل يومي لانه بيحبها وعايز يتجوزها. بس جويس بتكون رافضه الموضوع ده تماما لانها لسه فاكره خطيبها بوب اللي توفى من سنتين. بنروح بقى بعدها لداستن وقت ما بيكون في غرفته مع اصحابه، فبيقول لهم انه اتعرف على بنت جديده اسمها سوزي وقدر يخترع جهاز هيساعده انه يتكلم مع سوزي من بعيد بدون ما يحتاج لتليفون، لان الجهاز دوت بيقدر يكشف عن اي اشارات وبيترجم الترددات المنتقله في ثواني. فبيفرحوا اصحابه بالجهاز ده جدا وبيروحوا معاه عشان يجربوه لاول مره. بس في الطريق ويل بيبدا يتعب وبيحس بنفس الهلاوس اللي كان بيجيله قبل كده، لكنه ما بيهتمش وبيكمل يومه عادي قوي. وقتها بنشوف برضه ان الفيران لسه بتتجمع في المكان المهجور اللي بيبقى نفس مكان مختبر هوكنز اللي اتقفل بسبب التجارب الشريره اللي كانت بتتعمل فيه. بس المره دي بقى الفيران اجسامها بتنفجر وبيخرج بدلها ماده لزجه. وقتها بقى بيكون داستن وصل للموقع اللي هيشتغل فيه الجهاز وبيبدا اصحابه يساعدوه على تركيب المعدات. وبالليل بقى بترجع جويس للبيت وبتلاقي ان عيالها جوناثان وويل لسه ما وصلوش لحد دلوقتي، فبتقرر تتعشى لوحدها وبتقعد قدام التلفزيون لحد ما بتنام. في نفس الوقت بتكون نانسي بتنظف مكتب الجريده عشان هترجع لبيتها، بس بيوصل لها مكالمه من ست عجوزه بتقول انها محتاجه موظفين من الجريده عشان هيعملوا تحقيق عن ظاهره غريبه بتحصل للفئران اللي في المدينه، لانها لاحظت ان الفئران ديت بقوا متوحشين جدا وبيهجموا على البشر بكل شراسه وده على عكس طبيعتهم. فبتبدا نانسي تسجل البيانات على الورقه وبتقرر تعمل التحقيق دوت بمساعده جوناثان عشان يعملوا انجاز كبير، والجريده اللي شغالين فيها توافق على ترقيتهم في الوظيفه. بنروح بقى بعدها على جيم وقت ما بيكون في العربيه وهو بيتكلم مع مايك، فبيطلب منه يبعد عن إل لانها بنت مش طبيعيه ومحتاجه لمعامله خاصه، خصوصا كمان انها شخصيه حساسه قوي ولو في يوم غضبت او زعلت بالغلط مش هتقدر تتحكم في قوتها، وبيهدده لو ما نفذش كلامه فهيشتكي لاهله على اللي بيحصل وبكده هيتعاقب. فبيزعل مايك جدا من اللي بيسمعه وبيقول له انه موافق على طلبه لان جيم يبقى المربي بتاع إل وبيعتبره زي والدها بالظبط. اما بقى داستن فبيكون لسه بيجرب الجهاز عشان يحاول يتواصل مع سوزي لكنها برضه مش بترد عليه، وده اللي بيخلي بقى اصحابه يحسوا بالزهق، فبيقرروا يرجعوا على البيت لان الوقت اتاخر جدا. ورغم كل اللي بيحصل دوت الا ان داستن مش بييأس وبيقرر يفضل مكمل في تجربه الجهاز. بعد شويه بقى بتيجي رساله على الجهاز بس الصوت اللي ظاهر ما بيكونش صوت سوزي، فبيبدا داستن يركز مع الصوت وبيلاحظ ان دي رساله مشفره باللغه الروسيه، وبتكون الرساله ديت جايه من المختبر الروسي السري اللي بيتعمل فيه تجربه جهاز فتح البوابه. المهم بالغلط بيسمع داستن الرساله المشفره اللي بتتبعت لان جهازه بيقدر يترجم اي اشارات متنقله، فبيسجل داستن كل حاجه بيسمعها عشان يروح يترجمها مع اصحابه. وبعد نص الليل بيكون بيلي اخو ماكس راجع من شغله بالعربيه على البيت، بس للاسف بيعمل حادثه على الطريق. ساعتها دماغه بتتجرح وبينزل من العربيه وهو مش قادر يمشي، وبيلاحظ وقتها ان في ماده لازجه على الازاز بتاع عربيته وبيكون مستغرب جدا من شكل الماده ديت. وفجاه بيتسحب بيلي من رجليه من وحش مجهول، فبيحاول بيلي يهرب باي طريقه لكنه للاسف ما بيقدرش لحد ما الوحش دوت بيسحبه تحت الارض. وبعد شويه بيقدر بيلي يهرب من المكان اللي هو فيه وبيركب عربيته وبيسوق بيها لبعيد لحد ما بيوصل عند تليفون، فبينزل من العربيه وبيروح يتصل على الشرطه، لكنه بيفتكر اللي حصل له وان في وحش سحبه تحت الارض واستحوذ على جسمه زي بالظبط ما حصل مع ويل من 3 سنين. فبيحاول بيلي يتمالك اعصابه لحد ما يلاقي اي طريقه يتواصل بيها مع الشرطه، بس فجاه بيشوف من بعيد مجموعه اشخاص خارجين من الغابه وبتكون مشيتهم غريبه جدا وكانهم بالظبط فضائيين. فبيتصدم بيلي اما بيلاقي ان في واحد شبهه بالظبط من ضمن الناس دولت وكانه نسخه حقيقيه من بيلي، ولكن نظراته بتكون غريبه ومخيفه. وبيقول ساعتها لبيلي انه لازم يجمع جيش كامل عشان يقدموه كقربان للوحش. في تاني يوم بقى بتتصل إيل على
مايك لانه اتاخر على الميعاد اللي لازم يتقابلوا فيه. فبيرد عليها مايك وبيكذب انه مش هيقدر يجي لان جدته مريضه، وإل بتقفل السكه. فبيسمع جيم المكالمه وهو فرحان جدا ان مايك سمع كلامه. بيروح بقى جيم لمحل جويس وبيقول لها انه نجح اخيرا انه يبعد مايك عن إل، وده بعد ما قعدوا 6 شهور كاملين كانوا بيتقابلوا فيها يوميا. وبكده هو منع عن إل اي اذى كانت ممكن تتعرض له لو حد اكتشف القوه اللي عندها. وبالمناسبه دي بيقول لجويس انه هيروح للاري رئيس الحي وهيطلب منه انه يشوف حل في المول التجاري اللي فتح في المدينه، بس على شرط انها توافق تروح تتعشى معاه بالليل. فبتفرح جويس جدا من اللي بتسمعه وبتوافق على طلب جيم. بعدها بيمشي جيم من المحل وهي بتروح عشان ترتب الرفوف، وبتلاحظ وقتها ان القطعه المغناطيسيه مش شغاله وكأن المجال المغناطيسي اصلا اختفى من المكان. فبتستغرب جويس جدا من اللي هي شايفاه وبتقرر تبحث عن الموضوع. اما بقى نانسي فبتروح تاني يوم على شغلها وبتاخد من مدير اجازه مرضيه عشان تلاقي وقت تحقق فيه عن القضيه اللي جات لها امبارح. وبعد ما المدير بيوافق بتروح لمكتب جوناثان وبينطلقوا هما الاتنين سوا في طريقهم لبيت الست العجوزه. بعد شويه بقى بيروح داستن لستيف صديقه واللي كان واحد من فريق مايك وإل اللي ساعدهم في حل مشكله الوحش اللي خرج من العالم المقلوب. وبيكون داستن وستيف اصحاب جدا على الرغم من فرق العمر اللي بينهم. ساعتها بيقول له داستن على الرساله المشفره اللي سمعها من خلال الجهاز اللي معاه، فبيكون شاكك ان في مؤامره بتتعمل على الجيش الامريكي وبيطلب منه مساعده عشان يحل الرساله ديت، وبعدها هيسلموها للمخابرات الامريكيه وهيتم تكريمهم من الدوله. وفعلا ستيف بيتحمس للفكره جدا وبيقرر يساعده. فبيقعدوا مع بعض في غرفه الاستراحه وبيبداوا يفكروا في حل، ولكن بتجيلهم روبن زميله ستيف في الشغل وبتعرض عليهم المساعده لانها بتقدر تتكلم 4 لغات بطلاقه ومنهم اللغه الروسيه. داستن في البدايه بيكون رافض الموضوع دوت، بس ستيف بيقنعه انها انسانه ذكيه جدا ويقدروا يثقوا فيها. بنروح بعدها لماكس وقت ما بتكون راجعه على البيت على لوحه تزلج، فبتجيلها إل وبتسحب لوحه تزلج من تحت رجليها باستخدام قوتها وبتطلب منها تساعدها تخرج وتتعرف اكتر عن مدينه لانها كانت المفروض تعمل كل ده مع مايك لكنه مشغول. فبتوافق ماكس على طلبها وبينطلقوا سوا للمول التجاري. في نفس الوقت بيكون بيلي موجود في موقع شغله وبنعرف انه شغال منقذ للناس اللي بتنزل في المسبح، وبيبان وقتها انه لسه متاثر من اللي حصل له وبيبدا يحس بالهلاوس. ورغم كده بيلي بيتجاهل كل حاجه وبيطلع يقعد على كرسي تحت الشمس. ساعتها بتحصل حاجه غريبه جدا وبيبدا بيلي يكون حساس جدا تجاه الشمس لدرجه ان جسمه بيتحرق منها حروق من الدرجه الاولى. وفجاه بيحس بيلي بصداع شديد قوي، فبيروح يجري على الحمام بعيد عن الشمس وبيخلي جسمه تحت الميه وبيفضل يتألم من شده الصداع والحروق. فبتجيله هيذر زميلته عشان تطمن عليه، بس بيلي بيكون لسه بيهلوس وبيفتكرها بتقوله انها عاوزه تروح للوحش وده يعني عشان تنضم لجيشه. لكنه بعدها بيفوق وبيكتشف انها بتتكلم عادي جدا وجت تطمن عليه مش اكتر. بنروح بعدها بقى لنانسي وجوناثان. وقتها بيوصلوا لبيت السيده هاتسون اللي بلغت عن القضيه، فبترحب بيهم في بيتها وبعدها بتنزلهم لقبو البيت. وبيشوفوا ساعتها اكياس سماد متقطعه على الارض ومتاكل كل اللي جواها. فبتقول لهم هاتسون ان الفيران هي اللي عملت كده في السماد اللي عندها، وده طبعا سلوك غريب جدا من كائنات زيهم. في البدايه بتكون نانسي شاكه ان ممكن في لصوص دخلوا لبيتها وسرقوا السماد، بس هاتسون بتقول لها ان معاها دليل بيؤكد على صحه كلامها. فبتوريهم واحد من الفيران اللي دخلوا القبو واللي بتكون حابساه جوه قفص حديد عشان ما يهربش. ساعتها بيستغل جوناثان الفرصه وبيفضل يصور في الفار عشان يعرضه على الدكتور بيطري. اما بقى نانسي فبتتصل على شركه مكافحه الحشرات وبتسالهم لو كان في حد اتصل عليهم واشتكى من هجوم الفيران على مزارعهم، لكنهم بيعرفوها ان مفيش اي بلاغات اتقدمت زي كده. وقتها بقى بيكون جوناثان لسه بيصور الفار، فبتجيله نانسي وبتطلب منه يمشوا عشان يتاخروا على شغلهم لانه خلاص ساعات الاجازه خلصت. وفعلا جوناثان بيمشي معاها، بس في نفس اللحظه بيبدا الفار يتلوى لحد ما جسمه بينفجر وبيتحول بعدها لماده لزجه لدرجه انها بتخرج من بره القفص وبتتحول لوحش. بنروح بقى بعدها الجيم وقت ما بيكون قاعد في شغله، فبيسمع ان في مظاهره معموله من اصحاب المحلات وبيطالبوا فيها باغلاق المول التجاري لانه تسبب في سحب الزباين من عندهم وبكده محلاتهم هتتقفل. فبيروح جيم للاري رئيس الحي وبيتكلم معاه بخصوص اللي بيحصل وبيطلب منه انه ينقل فرع المول دوت لمكان تاني لان موقعه التجاري مأثر جدا على باقي موظفين المدينه. فبيتوتر لاري جدا وبيقول له ان المكان دوت اتصرف عليه فلوس كتير قوي، يعني مستحيل الموضوع يعدي كده بمنتهى السهوله. وبعدها بيساله لو كان المتظاهرين دول معاهم تصريح بالتظاهر ولا لا، بس جيم بيقول له انه غالبا مفيش لان المظاهره ديت من غير قائد. فبيعرفوا لاري انهم لازم يمشوا فورا قبل ما يتعرضوا للمساءله القانونيه. فبيحس جيم ساعتها ان لاري مخبي عنه حاجه وبيقرر يدور وراه. على الجانب الاخر بتكون إل موجوده مع ماكس في المول التجاري وبيشتروا فساتين وبيقضوا وقت ممتع مع بعض، وبتكون إل مبسوطه جدا
جدا لحد ما بتشوف قدامها مايك واصحابه، فبتفهم انه كان بيكذب عليها وجدته اصلا مش مريضه. وقتها بتساله انت ليه كنت بتتهرب مني، بس مايك بيرفض انه يرد عليها، فبتزعل إل منه جدا وبتسيبه وبتمشي. بنروح بقى بعدها لجويس وقت ما بتوصل للبروفيسور كلارك عشان تساله عن اختفاء المغناطيس من عندها في المحل، فبيقول لها ممكن يكون في مشكله في المحل هي اللي تسببت في اختلال المجال المغناطيسي. فبتاكد جويس على كلامه وبتقول لها انها جربت تستخدم المغناطيس بره المحل، بس النتيجه انها برضه كانت سلبيه. فبيستغرب البروفيسور من كلامها وبيقول لها ان في الحالات اللي زي دي لازم يكون في جهاز متطور وثمنه مليارات الدولارات، وده هيكون هو المسؤول عن اختلال القوى الكهرومغناطيسيه. بس برضه هو مش متاكد ان هل الجهاز دوت موجود فعلا في المدينه ولا لا. وقتها جيم بيكون قاعد مستني جويس عشان تجيله في المطعم زي ما وعدته. اما داستن فبيكون لسه مع ستيف وروبن اللي بيبقوا خلاص فكوا رموز الرساله، لكنهم بيكتشفوا ان الرساله مش مفهومه خالص، وان في جمله بتقول الاسبوع طويل والقطه الفضيه هتتغدى وقت ما يتقابل الازرق مع الاصفر في الغرب. فبيبداوا يحسوا ان الموضوع اتعقد منهم اكتر وده بيزيد من حماسهم. وقتها بيضطر ستيف انه يقفل المحل عشان يرجع للبيت، وفي الطريق بيشوف ستيف وهو خارج من المول ان في حصان لونه ذهبي بيشتغل بالعمله المعدنيه، واول ما بيجربه بيلاقيه اشتغل معاه نفس المزيكا اللي كانت شغاله في خلفيه الرساله المشفره. فبيتوقع ستيف ان الرساله ديت ما جاتش من روسيا لكنها كانت بين جواسيس روسيين موجودين على ارض المدينه، هو اكيد دلوقتي بيخططوا لحاجه شريره جدا. في نفس الوقت بيكون جيم لسه مستني في المطعم، فبيلاحظ ان جويس اتاخرت جدا وساعتها بيقرر يمشي. وقتها بتعزف الفرقه الموسيقيه نفس المزيكا اللي كانت موجوده في الرساله المشفره، فبيخرج جيم وحالته ما بتكونش مستقره بسبب انه شرب كحول كتير قوي، وبالغلط بيخبط في شخص قاعد على الترابيزه وبعدها بيعتذر له. ومفاجاه بقى ان الشخص دوت يبقى هو جورج الضابط الروسي. وبعد نص الليل بيرجع بيلي بعربيته على نفس المكان اللي فيه الوحش، وهو بيكون خاطف هيذر في شنطه العربيه، وبعدها بيشيلها لحد ما بيسلمها للوحش، والوحش ده بيستحوذ على جسمها زي ما حصل معاه بالظبط. بنعرف وقتها ان الوحش خلاص سيطر على بيلي عشان يجبره انه يجيب له ضحايا لحد عنده ويكون منهم جيش. وبيرجع جيم على البيت وبيسمع صوت ضحك خارج من غرفه ال، وما بيدخل عندها بيلاقيها قاعده مع صاحبتها ماكس. فبيتضايق جيم اللي بيحصل لانه خايف ان ال تختلط بالعالم الخارجي، وبالتالي هيكتشفوا القوة الخارقة اللي عندها وده هيكون خطر جدا على حياتها. في نفس الوقت بتقرر ال انها تستخدم قوتها وبتبدا تتواصل مع اشخاص بشكل عشوائي، فبيجي الدور ساعتها على بيلي اخو ماكس، وفعلا بتدخل في حالة التواصل. فبتشوف بيلي من بعيد وهو حواليه قوة خارقة، فبتكون حاسة انه بيعمل جريمة لكنها ما بتكونش قادرة تشوف هو بيعمل ايه بالظبط. الغريب بقى ان بيلي كمان بيقدر يشوفها، مع ان ده اصلا شيء مش طبيعي ابدا. فبتخرج ال من حالة التواصل ديت وهي مرعوبة. وتاني يوم بيصحى جيم وبيتفاجئ ان جويس جات له للبيت، وده عشان تسأله عن موضوع اختلال المغناطيس اللي بيحصل، لكنه بيكون زعلان جدا لانها نسيت تجيله على العشاء امبارح. فبتقول له جويس انها انشغلت بالموضوع ده طول الليل، وانها دلوقتي خايفة ان الوحوش تكون رجعت تاني على المدينة، خصوصا انها اتعودت ان اي شيء بيحصل مش طبيعي لازم بيجي وراه كارثة. فبيستغل جيم الفرصة وبيقرر انه يساعد جويس عشان تعجب بيه. وقتها بتقدر ماكس تروح مع ال البيت بتاعها، وده عشان يراقبوا بيلي ويعرفوا الحقيقة. وما بيوصلوا بيلاقوا ان غرفته فيها فوضى كبيرة، فبتكمل ال البحث لحد ما بتدخل الحمام، فبتلاقي ان البانيو مليان مية فيها تلج، وبتفتكر ساعتها ويل وقت ما استحوذ على جسمه الوحش وكان طول الوقت قاعد جوه مية فيها تلج لانه حساس جدا تجاه الحرارة. وبتشوف بعدها جوه الدولاب شنطة مكتوب عليها اسم هيذر، فبتفهم ان الشنطة ديت اكيد وراها لغز، وبيقرروا ساعتها انهم يروحوا يدوروا على اسم هيذر في نفس المكان اللي بيشتغل فيه بيلي. على الجانب الاخر بتفاجئ نانسي المدير بتاعها انها ماسكه تحقيق في قضيه خطيره، والقضيه ديت ممكن تخلي الجريده مشهوره اكتر من الاول، بس كل اللي محتاجاه بس شويه وقت وثقه في قدراتها العقليه في التحليل. بس مع الاسف المدير بيستهزأ بكلامها هو وباقي الموظفين، وبيقولوا ساعتها انها اخدت الموضوع بدري قوي وان لسه قدامها سنين طويله جدا عشان تتقن اساليب التحقيق، لكنه في النهايه بيضطر يوافق لانه مراهن على فشلها. في نفس الوقت بتوصل هي وماكس لمكان شغل بيلي، وهناك بيسالوا الموظفين على بنت اسمها هيذر، فبيقولوا لها انها مختفيه بقالها يومين ومش بتيجي الشغل اصلا. فبتشوف صور الناس المفقودين اللي موجودين على الحيطه، وبيكون من ضمنهم صوره هيذر. فبتروح لغرفه اللبس مع ماكس، وهناك بتستخدم قوتها في محاوله انها تتواصل مع هيذر، وفعلا بتنجح تتواصل معاها. فبتشوفها نايمه جوه بانيو مليان بميه فيها تلج، والغريب ان هيذر بتقدر تشوف وكمان بتتكلم معاها، وبتطلب منها انها
تنقذها من وحش مخيف. وقبل ما إيل تفهم إيه اللي بيحصل بالظبط بتتفتح الأرض وبتبدأ هيذر تتسحب جوه الظلام لحد ما بتختفي، وبتفوق إيل من الحالة اللي هي فيها وبتكون منهارة من اللي شافته. بنروح بقى بعدها لجيم وجويس، فبيدخلوا جوه مختبر هوكنز بعد ما بيكون اتقفل، وبتفتكر جويس ذكريات خطيبها بوب اللي مات قدام عينيها من الوحوش، لكنها بتفوق وبتفضل مكملة طريقها. بس الغريب بقى إن كاميرات المختبر بتكون شغالة على الرغم إنه مقفول بقاله سنين طويلة. في نفس الوقت بيكون داستن مع ستيف جوه المول التجاري، وبيبدأوا يراقبوا الناس اللي موجودة عشان يشوفوا لو في حد روسي بيوصل رسالة مشفرة كمان ولا لأ. أما بقى روبن فبتكون لسه بتحاول تفك جملة الرسالة اللي مكتوبة، بس بيقاطعها فجأة واحد من موظفين البريد وبيديها طرد خاص بالمطعم اللي هي شغالة فيه. فبتشكره روبن جدا وبتسيبه وبتمشي، لكنها بتلاحظ إن تصميم التيشيرت بتاعه عليه علامة القطة الفضية، ودي بتكون تفصيلة مذكورة جوه الرسالة مشفرة. فبتطلع تراقب الموظفين من غير ما حد يلاحظ وجودها، وساعتها بتشوف روبن إن تصميم محلات المول مطابق تماما للرسالة مشفرة من حيث بقى التفاصيل والألوان اللي تم ذكرها في الرسالة. فبتفهم روبن إن المخطط الروسي عبارة عن خريطة وبتكون مرسومة بأبعاد التفاصيل اللي وصلت لها، ولو ربطت الخطوط ببعض بالتالي هتقدر تجيب الخريطة اللي بتوصل لموقعهم. في نفس الوقت بتكون نانسي مع جوناثان في غرفة تحميض الصور، وده عشان يقارنوا صورة الفار اللي في بيت السيدة هاتسون مع باقي الفئران الطبيعية. وبيبان إن جوناثان مش مقتنع تماما بكلام نانسي، وإن فاكرها بتدور على أي حاجة بس عشان توصل للترقية اللي بتحلم بيها. وبعد نص الليل بيكون ويل قاعد في كوخ الألعاب اللي جنب بيته، وبيفتكر ساعتها ذكرياته مع الوحش وقت ما استحوذ على جسمه، وبيلاقي نفسه حاسس بنفس الأعراض اللي كان بيمر بيها قبل كده. وده معناه إن الوحش ظهر تاني وأكيد بيعمل كوارث لسه محدش قدر يوصل لها. فبينهار ويل من العياط لحد ما بيجيله مايك هو وباقي أصحابه، فبيقول لهم ويل إن الوحش للأسف رجع من تاني. أما بقى نانسي فبتقرر هي وجوناثان إن يروحوا على بيت هاتسون، وده عشان يكملوا معاها التحقيق. فبيتصدموا أول ما بيلاقوها موجودة جوه القبو وبتاكل من أكياس السماد، فبيتصلوا على الإسعاف بسرعة قبل ما يجيلها تسمم بالسبب اللي كلته. بنروح بقى بعدها لداستن وأصحابه، وقتها بيقدروا يفهموا الموقع المقصود بيه في الخريطة بتاعتهم واللي بيكون عند مخزن المول التجاري. وساعتها بيشوفوا مجموعة من الجنود الروسيين اللي بينقلوا صناديق مجهولة جوه المحطة، وبيكونوا لابسين لوجو القطة الفضية اللي اتذكرت في الرسالة مشفرة. فبيقرر داستن إنه يلاقي طريقة يدخل بيها للمحطة هو وأصحابه عشان يبدأوا يكتشفوا إيه اللي بيحصل جواها. على الجانب الآخر بيكون جيم وجويس لسه موجودين جوه مختبر هوكنز المهجور، فبيسمع جيم صوت حد خارج من الغرفة، بس ما بيروح يكشف عن مصدر الصوت بيهجم عليه الشرطي جورج وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيفقد الوعي. ومن حسن الحظ ما بيقدرش إنه يشوف جويس، لكنها هي اللي بتقدر تشوفه وبتحفظ ملامحه بشكل دقيق جدا. وبعد نص الليل بتروح إيل مع ماكس على بيت هيذر عشان يطمنوا عليها، والمفاجأة بقى إنهم بيلاقوا بيلي معزوم عندهم على العشاء، وكمان هيذر بتكون حالتها كويسة وكأن مفيش أي حاجة حصلت. هو بيكون والد هيذر هو توم رئيس الجريدة، فبتستغرب إيل جدا من اللي هي شايفاه وبتفتكر إن رؤيتها المرة دي كانت مجرد أوهام. فبتقرر ساعتها إنها هتمشي هي وصاحبتها ماكس من البيت، بس بيبان إن الوحش اللي مستحوذ على جسم بيلي قادر يحس بإيل، وكمان بيفهم إنها عدوة ليهم لأنها قفلت بوابة العالم المقلوب مرتين قبل كده. في نفس الوقت بتروح هيذر عشان تحط مخدر لوالدتها في العصير لحد فعلا ما بتفقدها الوعي، وبعدها بتضرب والدها توم على دماغه وبتوقعه على الأرض هو كمان. وبيبان إن بيلي وهيذر الوحش اداهم أمر عشان يجمعوا جيش كامل ليه. بعدها بقى بيفوق توم وجانيت مراته وبيلاقوا نفسهم متكتفين جوه مكان مهجور، وقبل ما يصرخوا أو يطلبوا النجدة بيلاقوا وحش عملاق شكله مخيف جدا عمال يقرب عليهم، وبعدها بيستحوذ على أجسامهم. في تاني يوم بيفوق جيم وبيكون حاسس بألم قوي جدا بسبب الضرب اللي اتعرض له. ساعتها بيلاقي إن جويس موجودة معاه وبيعرف إن هي اللي نقلته على البيت، فبتقول له جويس على مواصفات الشخص اللي هجم عليه امبارح، وبيطلع إن جيمس شاف الشخص ده قبل كده جوه مكتب لاري رئيس الحي، وبيفهم كده إن أكيد في لعبة بتتعمل من ورا الشرطة. أما بقى نانسي وجوناثان فبيتم تحويلهم من التحقيق بسبب قضية السيدة هادسون، لكنهم بيطلعوا منها بكل سهولة أما بيقدموا الأوراق اللي معاهم واللي بتثبت إن السيدة هادسون طلبتهم عشان يحققوا عن قضية غريبة بتحصل في البيت. المهم بيروحوا بعدها على مكتب الرئيس توم اللي بيكون سلوكه متغير جدا، خصوصا بعد ما الوحش بقى مسيطر على جسمه بالكامل، وطبعا مفيش حد بيكون فاهم سبب الحالة الغريبة اللي هو بقى فيها. وساعتها توم بيهددهم وبيقول لهم ممنوع يحققوا ابدا عن القضايا اللي من النوع دوت تحت اي ظرف من الظروف، والا هيقدم فيهم بلاغ وهيسحب منهم كارت نقابة الصحفيين، والمرة دي هيكتفي بس بانه هيطردهم من شركته. في نفس الوقت بقى بيتجمع اصحاب مايك جوه قبو بيته، فبيتكلموا مع ويل بخصوص الاعراض الغريبة اللي عمال بيحس بيها. ساعتها بتفهم إيل انه معاه حق فعلا وان الوحش رجع
رجع للعالم مرة تانية. والمعروف عن الوحش دوت انه بيستحوذ على جسم انسان في العالم الواقعي، وده عشان يتحكم في عقله ويخليه ينفذ كل اوامره. والمشكلة بقى ان إل ما بتبقاش عارفة ازاي تكشف عن هوية البني ادم اللي الوحش مسيطر عليه. ساعتها بيبدأ الفريق يحط اشخاص مشتبه فيهم، وبيكون من ضمن الاشخاص دولت بيلي اخو ماكس. في الوقت دوت بيروح جيم هو وجويس على مكتب لاري. ساعتها بيدخل جيم لمكتبه لوحده وبيقفل الباب، وبيبدأ يسأل عن الضابط اللي جه وضربه امبارح. فبيتوتر لاري من سؤاله وبينكر معرفته بيه. وقتها بيتعصب جيم جدا وبيضرب لاري ضرب مبرح لحد ما بيجبره انه يعترف. فبيقول له لاري انه ما يعرفش اسمه بالظبط، لكنه عارف انه ضابط روسي ومعاه فريق من اقوى الجنود الروسيين، وانهم جم مخصوص على المدينه عشان يشتروا محطه الكهرباء وهيستخدموها بقى في تصنيع جهاز عملاق. وطبعا لاري ساعدهم في كل دوت في مقابل الفلوس. فبيقرر جيم انه هياخد لاري لبيته عشان يديله كل المعلومات والاوراق اللي يعرفها عن الضابط دوت. ولما بيوصلوا بيعرف جيم ان الضابط اسمه جورج، وانه شغال مع اقوى جهاز مخابرات روسي تبع الاتحاد السوفيتي. وبيكتشف انه لسه ما اشتراش محطة كهرباء، لكنه اشترى كل الاراضي اللي حواليها. فبتفهم جويس ساعتها ان البروفيسور كان معاه حق، خصوصا وقت ما قال ان سبب الاختلال المغناطيسي دوت هو جهاز كبير ومتطور جدا بيشتغل بالكهرباء. فبيقرر جيم انه هيروح عشان يلف على الاماكن اللي اتباعت، يمكن يلاقي اي دليل يساعده انه يقبض بيه على الجواسيس الروسيين. على الجانب الاخر بيرجع داستن هو واصحابه على المطعم، وبيكتشفوا وقتها انهم لازم يقتحموا محطة الكهرباء من خلال فتحات التهوية. بس المشكلة بقى ان فتحات التهوية صغيرة جدا مقارنة بحجمهم. فبتيجي لروبن فكرة انها تكلم بنت صغيرة اسمها إريكا، ودي كانت زبونة عندهم في المحل، وبتطلب منها انها تدخل هي من خلال فتحات التهوية، وبعد ما تدخل تفتح لهم الباب من جوه، وفي مقابل كده هتاخد ايس كريم من المحل لمدى الحياة. وطبعا إريكا بتوافق على العرض بتاعها. اما بقى نانسي فبتستغل انها بقت من غير شغل، وبتقرر انها تحقق في قضية السيدة هادسون بنفسها. فبتروح لها بالليل على المستشفى اللي بتتعالج فيها عشان تحاول تلاقي اي دليل يساعدها في حل القضية. وفي نفس الوقت بيروح مايك هو واصحابه لمكان المسبح اللي شغال فيه بيلي، وبيبداوا يحطوا خطة محكمة عشان تساعدهم يستدرجوا بيلي لحد غرفة الساونا. وده لان خلايا الوحش ما بتقدرش تتحمل درجة الحرارة المرتفعة. وفعلا بتنجح الخطة وبيدخل بيلي لغرفة الساونا، وفي نفس الوقت بيقفلوا الباب عليه وبيعلوا درجة الحرارة لحد ما بتوصل ل 106. فبينهار الوحش اللي مستحوذ على جسم بيلي وبيقدر يكسر الباب، وبيطلع بعدها عشان يخلص عليهم. بس إل بتستخدم قوتها وبترميه لبعيد. وفي نفس الوقت بتتأثر السيدة هادسون بالضربة اللي بيحس بيها بيلي، وبيظهر على جسمها عروق لونها اسود ومخيفة. وفي نفس اللحظة بتدخل إل في معركة قوية جدا مع بيلي لحد ما بيهجم عليها وكان خلاص هيموتها. فبيضربوا مايك بحديدة على دماغه، وساعتها إل بتستخدم قوتها وبترميه بره المكان خالص. ومن بعدها بيهرب بيلي وبيختفي تماما. اما هادسون فبتفضل تصرخ من شدة الألم، وبتخاف نانسي منها وبتهرب بره غرفتها. وبتطلع تتصل على جوناثان وبتقول له يروح يطمن على اخوه ويل دلوقتي لان الوحش للاسف رجع من تاني. وقتها بيهرب بيلي لمكان الوحش وبيقابل هيثر، وبنشوف وقتها جيش كبير جدا من سكان المدينة اللي بيكون الوحش سيطر عليهم كلهم. بنرجع بقى من تاني لداستن واصحابه، وبنشوفهم وهم بيوصلوا لمقر الشركة اللي عايزين يدخلوها. ساعتها بتروح إريكا وبتدخل من خلال فتحات التهوية، وبعدها بتروح وبتفتح لهم الباب. فبيدخلوا بسرعة على المخزن عشان يفتشوا في الصناديق اللي بيتم نقلها بشكل سري. فبيشوف ستيف ازازة جواها مادة خضراء متوهجة، فبيقرر انه ياخد المادة ديت ويروح يحللها هو واصحابه. بس فجأة بيتقفل عليهم باب المخزن والمكان بيتحول لغرفة اسانسير عملاقة، وبتسحبهم هم الاربعة لتحت الارض. وبيستمر النزول لمدة ساعة تقريبا، وكأن في مدينة كبيرة جدا مبنية تحت الارض. واخيرا بيتوقف الاسانسير، بس الغرفة بتكون لسه مقفولة. وبيحاول الكل وقتها يسيطر على خوفه عشان يلاقوا طريقة يخرجوا بيها. فبتجيلهم فكرة انهم يستنوا حد من الموظفين يجي ويفتح الباب، وبعدها بقى هم يخرجوا وراه من غير ما ياخد باله. في نفس الوقت بيوصل جيم مع جويس على العنوان، وبيشوف هناك 2 رجالة عمالين يتكلموا روسي، وبيكون منهم الدكتور سميرانوف المسؤول عن صنع الجهاز. بس التواصل ما بينهم وبين جيم بيكون صعب جدا لانهم مش فاهمين لغة بعض. وفجأة بيوصل الضابط جورج على المكان وبيحس ان في حد هنا، فبيطلع سلاحه وبيبدأ يتحرك بحذر. ساعتها بيثبته جيم بالسلاح اللي معاه، هو بيكون رابط ال2 الرجالة عشان يخطفهم. بس جورج بيكون فاهم اللغة الإنجليزية كويس جدا وبيقدر يتكلم مع جيم، فبيخدعه وقتها وبيضربوا ضربة قوية جدا بتوقعه على الأرض، وبتقوم ما بينهم معركة شرسة. وجويس بتستغل الفرصة وبتخطف دكتور سميرانوف وبتمشي بسرعة على العربية، وبيحصلهم جيم بسرعة وبيهربوا من جورج قبل ما يجيلهم. فبيخرج جورج من البيت وبيفضل يضرب عليهم نار لكنه ما بيلحقهمش. ومن سوء الحظ العربية بتتعطل منهم في الغابة، فبيقرروا
بيتفقوا انهم هياخدوا باقي الطريق مشي. وقتها إل بتكون قاعده هي وباقي اصحابها في البدروم بتاع بيت مايك، وبيجي لهم جوناثان ونانسي وبيقرروا يتحدوا مع بعض عشان يلاقوا اي طريقه يحبسوا بيها الوحش من تاني. بس المشكله ان جيم وجويس وستيف وداستن لسه مش موجودين. هو الموضوع ده طبعا بيقلقهم اكتر واكتر. بنروح بعدها بقى لداستن وقت ما بيحاول يتواصل مع اصحابه عن طريق اللاسلكي، لكنهم بيكونوا تحت الارض والاشاره مش بتوصل لهم. وفجاه بيتفتح باب المخزن وبيدخل 2 موظفين للغرفه وبيبداوا ياخدوا صناديق موجوده على الارفف. فبيستغل داستن واصحابه الفرصه وبيقدروا يخرجوا من الباب اول ما الموظفين بيبعدوا عن المكان، وبيتقفل الباب عليهم بشكل بطيء. فبيستخدم ستيف زجاجه الماده اللي معاه عشان يسند الباب وما يتقفلش، وفعلا بينجحوا كلهم انهم يخرجوا بسلام. بس الازازه دي بتتكسر والماده بيكون شكلها غريب جدا لدرجه انها بتحرق الارض لغايه ما بتسيح. فبيقرروا يكملوا في طريقهم اللي بيكون طرقه طويله جدا لدرجه ان عينيهم ما بتقدرش تجيب اخرها. وعلى الجانب الاخر بقى بتكون إل واصحابها لسه بيفكروا في حل اللي بيحصل، وبيتوصلوا لاحتمال ان يكون الوحش دوت استحوذ على اجسام ناس تانية، وده اللي بيفسر اختفاء هيذر المفاجئ وتصرفاتها الغريبه. فبتفتكر نانسي ان توم والد هيذر هو كمان بقت تصرفاته غريبه قوي، خصوصا بقى من بعد ما كانوا عازمين بيلي في بيتهم على العشاء. وبيقرروا وقتها انهم هيروحوا على بيت بيلي عشان يحاولوا يلاقوا اي دليل يوصلهم بالمكان اللي بيتجمع فيه الاشخاص اللي الوحش مسيطر عليهم. على الجانب الاخر بيشوف جيم محطه بنزين من بعيد، فبيروح هناك هو وجويس وسميرانوف عشان يتصلوا على اي حد. وبيبان فعلا ان سميرانوف عاوز يساعدهم لانه ضد مشروع جهاز فتح البوابه. فبتيجي لجيم فكره انه يستغل وظيفته ويسرق عربيه من المحطه بحجه يعني انه معاه مجرم روسي خطير ولازم يتوصل للعداله. اما داستن واصحابه فبيكونوا لسه ماشيين في طريقهم لحد ما بيشتغل اللاسلكي اللي معاهم في الشنطه، وبيسمعوا وقتها محادثه مشفره ما بين الروسيين، وده معناه انهم قربوا جدا من مكان الخروج وبيقرروا يتتبعوا اشاره اللاسلكي. بنروح بقى بعدها لاصحاب مايك. في الوقت دوت بيكونوا وصلوا لبيت توم والد هيذر عشان يطمنوا عليه، فبيلاقوا ان في اثار دم على الارض والبيت ما فيهوش اي حد من ايام تقريبا. فبتتوقع إل انهم اختفوا في نفس الليله اللي راحت تزورهم فيها وكان معاهم بيلي. في الجانب الاخر بيروح جيم لصاحبه البروفيسور موراي لانه هو الوحيد اللي بيقدر يتكلم باللغه الروسيه، يمكن يساعدهم انهم يفهموا لغه سميرانوف ويعرفوا بقى الروسيين بيخططوا لايه بالظبط. اما داستن واصحابه فبيكونوا لسه مكملين في طريقهم لحد ما بيوصلوا لمكان حيوي وبيكون فيه موظفين، فبيتسللوا وقتها لغرفه الاتصالات، وده في محاوله منهم انهم يتواصلوا مع اصحابهم. بس من سوء الحظ بيقابلوا ضابط روسي اللي بيكون فاكرهم جواسيس امريكان، فبيقرر انه هيخلص عليهم. بس بيهجم عليه ستيف وبيضربه لحد ما بيفقدوا الوعي، وبعدها بيدوروا على اي وسيله اتصال، لكنهم بيشوفوا من الشباك الجهاز العملاق المصنوع عشان يفتح بوابه العالم المقلوب، وبيكونوا مصدومين جدا من اللي هم شايفينه، خصوصا ان البوابه دي بدا يتفتح منها جزء كبير. اما نانسي فبتروح هي واصحابها للمستشفى اللي موجوده فيها السيده هاتسون لان هي الوحيده دلوقتي اللي موجوده قدامهم. بس موظفه الاستقبال بترفض تطلع الباقي وبتوافق بشخصين بس. فبيروح نانسي وجوناثان لغرفتها لكنهم ما بيلاقوهاش، وفجاه بيدخل عليهم توم وعلى هدومه اثار الدم. فبيترعب جوناثان ونانسي جدا وبيقرروا يهربوا من المكان، لكنهم بيكتشفوا ان كل الناس اللي في الدور سيطر عليهم الوحش. فبيفضلوا يندهوا على اي حد يجي يساعدهم لحد ما بيمسكهم توم وبيضرب جوناثان لحد ما بيوقعوا على الارض. فبتهرب نانسي بسرعه وبتلاقي نفسها قدام واحد من الوحوش، فبتفضل تضربه بطفايه الحريق. وفي نفس الوقت بيتاثر توم بالضربه جدا وبيبعد عن جوناثان قبل ما يستحوذ على جسمه. وقتها بيقوم جوناثان وبيخلص على توم، وساعتها بيتحلل اجسام الناس اللي ماتت من الوحوش وبيتجمعوا كلهم مع بعض لحد ما بيتحولوا لوحش عملاق. وفي نفس اللحظه بيحس بيلي ان الوحش قريب جدا منهم، فبتروح إل بسرعه لمكان نانسي وجوناثان قبل ما الوحش يخلص عليهم، وبتبدا تضربه بكل قوتها لحد ما بترميه من الشباك. ساعتها الوحش بيتحول لماده سائله وبيهرب من خلال بلعات الشارع، وما بينزل لتحت الارض بيتضاعف حجمه اكتر واكتر. وطول الوقت ده بيكون بيلي وهيذر واقفين ومراقبين اللي بيحصل. على الجانب الاخر بقى بيكون داستن واصحابه لسه بيراقبوا الجهاز العملاق وهو بيفتح البوابه لحد ما بيشوفهم واحد من الحراس وبيبلغ الباقيين. ساعتها بيلاحظ ستيف وجودهم وبيهرب هو والباقيين جوه غرفه وبيقفل الباب، لكنهم لما بيوصلوا عند الغرفه بيسد ستيف الباب هو وروبن، وبيطلب من داستن وإريكا انهم يهربوا ويجيبوا باقي اصحابهم. فبيضطر داستن يسمع كلامه وبيمشي فعلا وهو منهار على اصحابه. على الجانب الاخر بقى بيكون لاري موجود في الموقع اللي هيتعمل فيه حفله مهرجان الربيع، بس بيجيله جورج وبيجبره انه يدور على جيم وجويس لانهم خطفوا اهم دكتور عنده في التجربه، وبيهددوا انه ينفذ كلامه والا هيخلص عليه. بنروح بعدها بقى لستيف وروبن، وقتها بيكونوا مربوطين جوه غرفه التعذيب، وباين على ستيف جدا اثار الضرب والتعذيب. فبيجي لهم الجنرال فرناندو اللي بيكون شخص من
مش رحيم ابدا، واسهل حاجه عنده انه يخلص على الناس. وقتها بيسالهم هما شغالين تبع مين بالظبط، بس ستيف بيقول له انه دخل المكان هنا بالغلط هو واصحابه، وانه اصلا مش شغال تبع اي حد. طبعا الجنرال دوت ما بيصدقش كلامه، فبيقرر يسيبهم تحت التعذيب لحد ما يعترفوا بالحقيقه. على الجانب الاخر بيكون جيم قاعد مع جويس في بيت موراي، ووقتها بيتكلموا مع سميرانوف بخصوص المخطط الروسي، فبيقول لهم ان في جنود من الاتحاد السوفيتي قرروا ينزلوا لمدينه هوكن، وده عشان يصنعوا جهاز متطور هيساعدهم لفتح بوابه العالم المقلوب. فبيسالوا موراي هم ليه ما حاولوش يفتحوا البوابه ديت على الاراضي الروسيه، فبيقول له سميرانوف انهم حاولوا كتير جدا يعملوا كده على ارضهم، بس الموضوع كان دايما بيفشل. فقرروا بقى انهم يجوا للمدينه لانهم سمعوا اخبار بتقول ان العالم المقلوب اتفتح مرتين قبل كده فيها، وده نتيجه مختبر هوكنز اللي كان بيعمل تجارب غير ادميه. وبيقول له ان الاراضي اللي اشتروها كانت قريبه جدا من محطه الكهرباء عشان تسد احتياجاتهم للكهرباء بما فيه الكفايه. ووقتها بيسالوا جيم ازاي يحلوا الموضوع دوت، فبيقول له سميرانوف ان مفيش اي طريقه غير انهم يقفلوا البوابه ويدمروا الجهاز، خصوصا ان البوابه اتفتح جزء كبير جدا منها والمشروع قرب ينتهي. فبتتصدم جويس جدا من اللي بتسمعه، لان لو في وحوش خرجت من العالم المقلوب ابنها ويل هيتأذي مره تانية منهم. فبيطلب جيم من سميرانوف ان يوصله لمكان البوابه، وعلى الرغم ان الموضوع دوت بيكون خطير جدا الا ان سميرانوف بيوافق. في نفس الوقت بيكون ستيف وروبن لسه مربوطين، وبيجي لهم الجنرال فرناندو وبيسالهم للمره الاخيره عن الحقيقه، فبيتمسك ستيف وروبن بكلامهم ومش بيرضوا يغيروه. فبيأمر الجنرال واحد من الدكاتره انه يحقنهم بماده مخدره تجبرهم يتكلموا، وفعلا بعد شويه بيرجع لهم تاني وبيكرر سؤاله. فبتقول لهم روبن ان الموضوع ده بدأ لما داستن صاحبهم كان بيستخدم جهاز اتصال اخترعه جديد، وبالغلط وقتها قدر يسمع الرساله المشفره، وبعدها حلوا رموز الرساله وقدروا يوصلوا لمخزنهم السري، وبعدها المخزن ده اتحول لاسانسير وجابهم لحد هنا. ورغم كل ده الا ان فرناندو برضه ما بيصدقش كلامهم وبيقرر يخلص عليهم. بس فجاه بيجي داستن وبيشغل جهاز الانذار عشان يشتت رجاله الجنرال، وبعدها بيروح يخلص على الدكتور وبيهرب روبن وستيف بسرعه من المكان. بنروح بقى بعدها لإل وقت ما بتقرر تستخدم قوتها، وده في محاوله منها انها تتواصل مع بيلي وتخرج الوحش من جسمه، لكنها لما بتوصل لحد عنده بتلاقيه لسه قادر يشوفها لدرجه انه بيمسك ايديها بقوه. ساعتها بتتنقل إل لمكان تاني خالص وبتشوف ذكريات بيلي في الطفوله. وقتها كان ولد صغير ما بيعملش اي مشاكل، وبتلاقي كمان ست جميله جدا وبتعرف انها والدته، وبيكون بيلي سعيد قوي لحد ما بيظهر حدث مخيف في ذكرياته، والحدث دوت ان والد بيلي بيخلص على والدته قصاد عينيه بالغلط. بعد فتره بقى بتشوف إل ان والد بيلي اتجوز من ست تانية واللي هي تبقى والدة ماكس. ووسط كل الذكريات ديت بتشوف إل ان الوحش موجود على هيئه سحابه مظلمه، فبتفهم ان الوحش دوت بيمسح ذاكره بيلي عشان يستحوذ على عقله بالكامل. وقتها بتفوق إل وبتلاقي ان كل اصحابها اختفوا من الغرفه اللي هي فيها، فبتقعد تدور عليهم لكنها بتلاقي بيلي قدامها. هو بيقول لها انها ما كانتش محتاجه تدور عليه لانه كده كده كان جاي عشان يخلص عليها هي واصحابها، وبعدها هيحول اهل المدينه كلهم لوحوش وهيسيطر على الكوكب. وقتها بقى بنشوف جيش الوحوش وهم في طريقهم للقبو اللي تحت الارض، واجسامهم كلها عماله تتحلل لماده سائله، والماده بتروح لجسم الوحش عشان يتضاعف حجمه. بيخرج الوحش من تحت الارض وهو في كامل قوته. فبتفوق إل من حاله التواصل وبتكتشف ان بيلي كان بيحاول يسحبها عشان تموت، وبتروح بسرعه عشان تبلغ اصحابها باللي حصل، بس للاسف الاوان بيكون فات والوحش بيكون في طريقه ليهم. اما داستن بقى فبيهرب بسرعه على الاسانسير هو واصحابه، وبيكون ستيف وروبن لسه بيهلوسوا بسبب الماده اللي اتحقنوا بيها. بس بعد شويه اخيرا بيطلعوا للسطح وبيلاقوا نفسهم على ارض المول التجاري، وبيطلع ان النفق اللي تحت الارض متصل باماكن كتير في المدينه ومن ضمنها المول. فبيروح يودي ستيفن وروبن للسينما لحد ما يفوقوا من الحاله اللي هم فيها، وفي نفس الوقت بيستعد مايك واصحابه عشان هيواجهوا الوحش واللي بيهجم عليهم فجأة وبتكون ايده شبه التعبان بالظبط. فبيحاولوا يقطعوا اطرافه بالاسلحة والسكاكين اللي معاهم، بس مع الاسف الوحش ده ما بيتأثرش لحد ما بتستخدم إل قوتها وبتقدر تهاجم الوحش وبتقطع اطرافه واحد ورا التاني، لكنها بتتسحب بالغلط من رجليها. فبتوجه نانسي البندقية ناحيته وبتضربه وبيساعدها باقي اصحابها لحد ما الوحش دوت بيبدأ ينزف وبيهرب بسرعة من المكان عشان يتعافى من الاصابات اللي جاتله. في نفس الوقت بقى بيتحرك جيم والباقيين بالعربية في طريقهم للبوابة اللي هتوصلهم تحت النفق، واللي بيكون واحدة منهم موجودة تحت أرض مهرجان الربيع. فبيروح أصحاب إلي معاها عند المول التجاري، وده عشان يدوروا على داستن وستيف. ساعتها داستن بيشغل اللاسلكي وبيقدر يتواصل مع مايك وبيتقابلوا أخيرا، وبيكون ستيفن وروبن وقتها فاقوا من آثار المادة المخدرة. وبعد شوية بيوصل جيم وجويس مع الباقيين عند مهرجان الربيع عشان هيدوروا هناك على البوابة. ساعتها بيطلب جيم من موراي إنه يفضل مع الدكتور سميرانوف لحد ما هو هيتصل على الشرطة ويجيب الدعم عشان يفتحوا البوابة. وبيكون
سميرانوف مبسوط جدا بأجواء الاحتفال لأن بقاله سنين طويلة قوي في شغل متواصل بدون أي أجازات، وبيقضي وقت ممتع مع موراي اللي بيقوله إنه هيساعده وقت ما الشرطة هتقبض عليه لأنه هو السبب في وصولهم لمكان البوابة وتدميرها. بس فرحتهم ديت للأسف مش بتكتمل، وبيوصل الضابط جورج وبيخلص على الدكتور سميرانوف بالمسدس اللي معاه، وبعدها بيروح عشان يدور على الباقيين. فبيحاول موراي إنه يلحق سميرانوف لكنه بيكون خلاص مات. المهم بيوصل جورج لجيم وجويس اللي أول ما بيشوفوه بيطلعوا يهربوا بسرعة من المكان وبيكون معاهم موراي. على الجانب الآخر بقى بيحس الناس بوجود الوحش في المدينة، فبيتم إخلاء المول التجاري بالكامل ما عدا مايك وأصحابه اللي بيفضلوا موجودين هناك. وقتها بقى بيظهر الجنود الروسيين فجأة وبيكونوا عاوزين يخلصوا على داستن وأصحابه، بس إيل ساعتها بتتدخل وبتستخدم قوتها وبتحدف عليهم عربية موجودة في المعرض وبتخلص عليهم. بعدها بقى بيتجمع الكل وبيدوروا على طريقة عشان ينزلوا بيها للنفق اللي تحت الأرض، بس فجأة إيل بتتعب جدا وبتقع على الأرض، وبيبان إن الوحش زرع جزء من خلايا جسمه في رجل إيل، وبالتالي هيحاول يسيطر عليها عشان يضمها لجيشه. بس إيل بتفضل تقاوم وبيحاول مايك يجرح رجليها، وده عشان يشيل جزء الوحش اللي موجود جواها. بس إيل بتفضل تتألم لحد ما بتستخدم قوتها بشكل كامل وبتشيل جزء الوحش من جسمها وبترميه لبعيد. المشكلة بقى إن إيل بتفقد قدراتها الخارقة وما بتبقاش عارفة هو إيه السبب بالظبط، فبيحاول مايك يعديها وبيعرفهم إنه ما يقدروا يوصلوا للبوابة وبعدها يقفلوها. وبيوصل جيم وجويس مع موراي على المول التجاري، وهناك بيقابلوا الأولاد وبتكون جويس سعيدة جدا إن ابنها بخير، على عكس جيم بقى اللي بيكون قلقان جدا على إيل. المهم بيجمعوا كلهم كل الأدلة اللي قدروا يوصلوا لها، وبيقرروا يقسموا نفسهم لثلاث فرق. فالفريق الأول هيكون مكون من جيم وجويس وموراي، ودول هيروحوا للبوابة عشان يقفلوها. أما الفريق التاني فهيكون داستن وإريكا وروبن وآخرهم ستيف، ودول هيتابعوا جيم وفريقه عن طريق اللاسلكي عشان لو احتاجوا أي مساعدة، خصوصا كمان إن داستن نزل تحت الأرض وعارف المكان عامل إزاي. اما الباقي بقى فهيكون موجود مع إيل عشان يحميها في حاله لو الوحش هجم عليهم. بس من سوء الحظ بتتعطل عربيه اصحاب إيل وما بيكونوش عارفين هيمشوا ازاي، بس بتجيلهم فكره ذكيه انهم يحاولوا يصلحوا العربيه اللي إيل حدفتها على الجنود الروسيين جوه المول. في الوقت دوت بيوصل جيم والباقي لنهايه النفق وبيقابلهم عساكر روسيين، بس جيم بيخلص عليهم واحد ورا التاني وبياخد اللبس بتاعهم، وبيستغل موراي بقى اتقانه للغه الروسيه وبيخليهم يعدي من باقي الحراس لحد الطريق اللي هيوصلهم لغرفه الجهاز. بنرجع بقى من تاني لاصحاب إيل وقت ما بيقدروا يعدلوا العربيه المقلوبه وبيستعدوا بعدها عشان هيمشوا من المكان. بس فجاه بيوصل الوحش وبيشوفوا ستيفن وروبن من بعيد، فبيقرروا يسيبوا داستن وإريكا عشان يساعدوا اصحابهم، وبتستخبى إيل واصحابها في المكان وبيفضل الوحش يدور عليهم. وبتحاول إيل انها تستخدم قوتها بس للاسف بدون اي فايده، فبتيجي فكره لمايك ان يخليهم يشتتوا انتباه الوحش لحد ما يروحوا بسرعه على العربيه. وفي نفس الوقت بيوصل موراي لباب غرفه الجهاز، بس الباب دوت بيكون مقفول بطريقه معقده ولازم يتحل بمعادله فيزيائيه، فبيتصلوا بداستن عشان يساعدهم، واللي بيحاول ساعتها انه يتصل على صاحبته سوزي ومن حسن الحظ بترد عليه، فبيطلب منها انها تجيب حل المعادله لانها مهووسه بماده الفيزياء. وفعلا سوزي بتكون عارفه الاجابه وبتقول له على الحل، فبيسجل موراي الارقام وبيتفتح باب الغرفه اخيرا. على الجانب الاخر بقى بتوصل نانسي العربيه هي وجوناثان عشان يشغلوها، بس بيلاقوا ان بيلي جاي من بعيد عليهم بعربيته، وفجاه بيظهر ستيف وبيخبط عربيه بيلي قبل ما يوصل لهم، وبيتصدموا ما بيشوف الوحش قدامهم واللي بيكون عملاق جدا. ساعتها بتروح نانسي تركب العربيه وبتاخد الباقيين وبتهرب بسرعه من المكان، فبيفوق بيلي من اثر الخبطه وبيتتبع اثار إيل والباقيين لحد ما بيعرف انه مستخبى جوه مستشفى قريبه منه، فبيروح بسرعه على هناك. ولكن الغريب انه بيضرب الكل لحد ما بيفقدهم الوعي، وبياخد إيل وبيسيب الباقي وبعدها بيمشي من المكان، وبنعرف انه عاوز يسلمها للوحش. وفي نفس الوقت بيكون موراي شغال على قفل البوابه، بس بيوصل الضابط جورج وبيحاول يمنعهم، فبيتعارك معاه جيم عشان يدي فرصه لفريقه انه يكمل تنفيذ الخطه. اما بقى بيلي فبيرجع إيل من تاني على المول التجاري عشان يسلمها للوحش، فبتفوق إيل وبتحاول تستخدم قوتها بس للاسف بدون اي فايده. وقتها بيوصلوا اصحابها للمكان وبيحدفوا العاب ناريه على الوحش عشان يبعدوه عن صاحبتهم. ساعتها بتتكلم إيل مع بيلي وبتفكره باحسن ذكريات حياته اللي مفيش حد يعرفها غيره، وكمان بتفكره بوالدته وقد ايه هو كان طفل طيب وعنده احلام كتير نفسه يحققها. المفاجاه بقى ان بيلي بيتاثر بكلامها لان الوحش ما قدرش يوصل للجزء العميق اللي في ذكريات عقله. ساعتها بيفوق بيلي بشكل بسيط من الحاله اللي هو فيها وبيقف قصاد الوحش عشان يبعده عن إيل. وفي نفس اللحظه بيكون جيم لسه بيتعارك مع
مع جورج لغاية ما بيقربوا كتير جدا من الجهاز، فبيستغل جيم الفرصة وبيزق جورج على المحرك وبيخلص عليه وبيبلغوا موراي انهم لازم يفجروا الجهاز بسرعة قبل بقى ما البوابة تتفتح بشكل كامل وبكده عمرها ما هتتقفل. فبيطلب جيم من جويس انها تدوس على زر التفجير الذاتي، بس جويس بترفض لان معنى كده ان جيم هيموت مع الانفجار، لكنه بيقنعها انها تسمع كلامه، خصوصا اما بيفكرها بمصير المدينة والعالم لو ما عملتش كده. وفعلا جويس بتدوس على زر التفجير وهي منهارة من العياط، وبتبص على جيم نظرة أخيرة قبل ما يفارق الحياة. في نفس الوقت بيكون بيلي واقف قصاد الوحش وبيحمي إل، فبيمد الوحش أطرافه وبيخلص على بيلي، وقبل ما يوصل لإل بيكون الجهاز خلاص اتدمر، والوحش كمان بيتدمر معاه وقت ما بتتقفل البوابة بالكامل، وبترجع أخيرا كل حاجة لطبيعتها، بس للأسف مش بشكل كامل لأن الفريق مات كتير جدا منهم، وكمان في ضحايا من المدينة ماتوا هم كمان. المهم إن الشرطة بتوصل لمكان النفق وبيتم القبض على كل الجواسيس الروسيين اللي كانوا مسؤولين عن المشروع دوت، وبيتقبض كمان على لاري الخاين لأن هو اللي باع لهم أراضي المدينة في مقابل الفلوس. وبيتجمع الكل وهم منهارين ومش قادرين يفرحوا كفاية بالإنجاز دوت بسبب موت جيم. وبعد 3 شهور بتتحول هوكنز لمدينة مشهورة جدا، والسبب في كده الأحداث الغريبة اللي حصلت فيها، وبقى بيجي لها مخرجين الأفلام مخصوص عشان يصوروا قصص مقتبسة عن الواقع. أما بقى جويس فبتقرر إنها هتسيب البيت وهتنتقل لمدينة تانية من بعد ما بتتراكم عليها الضرايب، وبتروح إيل عشان تعيش معاهم لأن جيم كان كاتب وصية إن لو جراله أي حاجة هتكون جويس هي والدة إيل التانية لأنها الوحيدة اللي هتقدر تهتم بيها زي جيم بالظبط. وبيتجمع الكل وبيودعوا بعض بشكل مؤثر جدا، بس من حسن الحظ إن بيستمر داستن في الاتصال عليهم، وكمان بينظم الحفلات بشكل مستمر عشان يجمعهم من تاني. ده غير بقى الهدايا اللي بيبعتها لهم كل فترة على البيت عشان يفضلوا فاكرين ذكرياتهم سوا كأصحاب. بنروح بقى بعدها لروسيا جوه مختبر سري وسط الجليد، وبنشوف 2 عساكر ساحبين مسجون جوه زنزانة وبيقفلوا الباب عليه، وبعدها بيظهر واحد من وحوش العالم المقلوب واللي بيكون معروف باسم الديما جورجن، فبيهجم على المسجون دوت وبيخلص عليه. ومعنى كده ان الروسيين نجحوا في فتح بوابة للعالم المقلوب من خلال الأراضي الروسية، وبالتالي للأسف الموضوع لسه ما انتهاش لكنه لسه بيبدأ مش أكتر، وبيخلص المسلسل. لو عجبك الفيلم بقى اعمل لي لايك للفيديو واشترك في القناة. وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفر دوز افلام، وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو، خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك. مع السلامة.